الدخله انت ليكي في الخارجه بس. وبعدين اذا كان امها اللي ما اقدرش استغنى عنها ما سافرتش معاها. واحنا مالنا يا حبيبي ومال امها؟ ان شاء الله معاها مراحل. الله، ما هي يا اخويا اللي مش عايزه تروح، انما احنا يا حبيبي لا، فسحه زي دي ما تتسابش ابدا. على الاقل يا حبيبي نشرفكم. طبعا تشرفوها طبعا. سياده المبجل المحترم الحنوت ابو سريع والسيده حرمه المخلصه ام بديعه طبعا، وانتوا راكبين عربيات تحت الطلب تشريفه هايله. جرى يا خليل، احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ بس يا بت بس، قال على رأي المثل لو كان الجمل شاف قبته. وهم بقى ان شاء الله يا استاذ خليل ناويين يقعدوا هناك على طول؟ قبته انا شرفنا انا. يعني ايه ما تعرفش؟ امال مين اللي يعرف يا سبع البرومبا؟ لكن تعرف يا اخويا عشان تعرف هتاخد مرتبك من ايه. بقول لك ايه، تعرف من ست اختك هتجيب لنا قميص رمضان من هناك ولا هتضرب عليه عوافي؟ بقول لك ايه حبيبي، كمان اهم حاجه اليميش، وتكتر من قمر الدين والقراصيه. قراصيه؟ القراصيه قال الله يرحمه كان بيخاف من القراصيه ويجري وراها بالشبشب. ما تطلبوا فوانيس رمضان بالمره. انت بتتريق يا خليل؟ هي مش اختك يا دلعدي ولا مش اختك؟ ما هي دناوتكم دي وتفاصيلكم وهمكم على بطنكم هو اللي مضيعنا ومدمرنا. ادعوا لها بس تيجي بالسلام، وانت بالذات تدعي لها تيجي بالسلام. الهي يبتليك بنصيبه انت واختك وعيلتك كلها، الهي يبتليكوا بالحزن. ايه العزا اللي انا واقع فيه ده؟ فوزي اهو. فوزي زهرة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، جيت بالسلامة. انت ايه اللي جابك هنا يا خليل؟ انت جيت من بيروت؟ ايوه. جبت لي تفاحة امريكاني معاكي؟ تفاحية الله يخرب بيتك. كده تعملي الفرح من غير ما تقولي لاخوكي انا مستعد، كنت لميت لك النقطة قد كده من هناك. معلش كتر خيرك. الموضوع مش بالسهولة دي يا مدام زهرة، لازم اشوف عقد الجواز الاول واطلع على الشروط اللي فيه واشوفها عاملة ايه من الناحية القانونية. اهم شرط فيهم ان انا وماجد بنحب بعض. واظن ان الشرط ده يغني عن كل الشروط التانية يا استاذ. والله ما اقدرش ارد عليك دلوقتي يا استاذ، لازم اطلع على المراجع القانونية العاطفية وبعدين ارد عليك. طيب طالع. اهلا وسهلا. مين ده؟ مين؟ جوزي ماجد. شغال ايه ده؟ طيار. طيار؟ طيار يا باشمهندس. طيار ايه؟ ده اتجوزت الطيارة كلها. استنوا. ايه يا حبيبي، انت هتفضل قاعد كده؟ مش هتقوم تاكل لك لقمه ولا ايه؟ ماليش نفس انا يا ماما. وايه اللي دخل بقى الاكل في الجواز؟ ايه اللي دخل الاكل في الجواز ايه؟ انا مش مضايقني او بمعنى اصح مش فارسني غير السلطانيه اللي لبسها لي ماجد. ده اشتغلني اشتغاله. ما انا رحت سالته اذا كان في حاجه بينه وبين زهره، قال لي ما بيشوفهاش. ده مش لبسني سلطانيه، ده لبسني حله. ما يمكن يا حبيبي هو اصلا كان لسه ما بيفكرش فيها. ما يفكرش ايه؟ ده مفكر ومتكتك ومهندس ورسم حته رسمه. هو بس ليه كان خايف انها نفسه؟ وهيخاف ليه؟ كان هيقول لك ان هو وهي متفقين مع بعض. قصدك ايه يا ماما؟ قصدك يعني ان هو كان واثق في نفسه قوي وسايب لي الملعب مفتوح وعارف ان انا زي ابو تريكه مش عارف اشوط اجيب جون؟ ملعب ايه بس يا حبيبي؟ انتوا كنتوا ناويين تلعبوا كوره مع بعض ولا ايه؟ ماما بلاش خفه بقى، انا مفروس خلق. مفروس ليه يا حبيبي؟ ده انت 1000 واحده تتمناك، هو اللي خلقها ما خلقش غيرها ولا ايه؟ بس مفيش واحده زي زهره. فيها كل المواصفات اللي الواحد يتمناها. مال، مزه. ماشي يا ماجد، السلطانيه مردوده بعون الله. اتجوزت؟ زهرة اتجوزت؟ اتجوزت مين يا ابو الاخص انت؟ اتجوزت ماجد يا حاج. ماجد مين؟ ماجد بتاعنا؟ ما بقاش بتاعنا. ماجد ما بقاش بتاعنا يا حاج، ماجد بقى بتاع زهرة. نهار اسود، معقول اللي بتعمله زهرة ده؟ مش كفاية سمت ابن ماجد وكمان بتجوز ماجد؟ طب والله لا شرده، انا هخليه ما يلاقيش شركة يشتغل فيها، هخليه يقعد جنب العواطلية اللي مالين البلد. يا صباح الخير. صباح النور. ايه اللي قومك من السرير؟ احنا مش اتفقنا نصحى سوا؟ انا بستعد عشان الاجازه قربت تخلص. لا بقى مدها. صعب ان انا بدها عشان خاطري يا حبيبتي. انت عارفه بقالنا قد ايه؟ ما هو انت بقى اللي مش عايز تشتغل معاه. اشتغل معاك ايه؟ انا كل اللي اعرف اشتغله طيار. انا طيار. خلاص
اشتري لك طياره وتشتغل عليها. ايوه، واجرها بالنفر. لا يا زكي، انا الوحيده اللي هركب فيها. يا سلام. وحيد عبد السلام. تعبت من الرقص. مش واخد بالك ما كانش في حد بيرقص غيرنا بس، كانوا عمالين يبصوا علينا كاننا في فرجه مثلا. لازم ناكل بقى. انا جعانه قوي. وانا جعان زيك. ايوه. طب هتاكلي ايه؟ اللي انت هتاكل منه. طب بصي بقى، انا هطلب حاجه ها؟ بس بشرط. ايه؟ تاكلي منها. ها؟ طبعا. انت بتبص على ايه يا ماجد؟ الجرسون. طب ما تيجي تقعد هنا، اصل انا مش شايفه المكان. كده احلى، شايفه المكان كله. فين؟ انا عايز امشي من المكان دلوقتي حالا. واحنا لسه قعدنا يا حبيبتي؟ الاكل هنا زي زفت. وانت كلتي حاجه؟ قالوا لي ان الاكل هنا زي الزفت. ايه بتكذبني ولا ايه؟ لا خلاص اوكي، اطلب الحساب ونمشي. حساب ليه؟ احنا هنا ما اتفقناش حاجه اصلا. عندك حق، احنا رقصنا بس. يلا عشان هنتعشى في البيت. مش قلتي مفيش اكل في البيت؟ هنجيب اي حاجه من هناك، من الشارع. طيب اوكي. يلا اتفضل. هات البتاع ده، لبسهولي. يلا حبيبي. طب بس. يلا. اتفضل. اتفضل انت حبيبي، اتفضل. يلا. معلش بقى، اصل بنتي وجوزها كانوا بره ولسه راجعين. معلش عن اذنك، هبقى اطلبك يعني، هبقى اطلبك. مساء الخير يا ست الكل. لسه يا طنط، شايفك منسجمه جدا مع السماعه. مكالمه غراميه دي ولا ايه؟ يوجدك ايه يا ماجد؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي رجعكوا بدري كده؟ مش كنتوا هتتعشوا بره؟ اصل ماجد قال لي نروح نتعشى في البيت مع ماما ولا ايه؟ طبعا صح. والله خير ما عملته، وفي احلى ولا اطعم من اكل البيت. طب بمناسبه بقى البيت، في اكل في البيت؟ امال ايه؟ طبعا، على ما تغيروا هدومكم اكون انا حضرت لكم لقمه. لا 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 لا، انا طلبت الاكل والاكل زمانه جاي في السكه. ها؟ طب ليه بس كده؟ ماجد عايز راحتك يا ماما. يا حبيبتي انا راحتي كده اما اشوفكم انتوا مع بعض مبسوطين. يلا بقى، انا هطلع اغير هدومي والبس حاجه مفضفضه كده عشان اقعد معاكم. طب ما تاخد بايدي. هاخد بايدي. تعالي يا حبيبتي تعالي. انا اتاخر عليك يا ماما. الهي ربنا يريح قلبك يا بنتي. مساء الخير. اهلا 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 اهلا، اتفضلي. بصراحة أنا ما كنتش جاية. الله، كنتش جايه ليه؟ أصل دي أول مرة أقابل فيها حد غريب. انا كمان اول مره اقابل فيها حد غريب، بس انا بقى ما كنتش متردد خالص لان انا عارف ان انا جاي اقابل احلى وامز واحده شفتها في حياتي. احنا ابتدينا بقى في المبالغة ولا إيه؟ مبالغه ايه؟ طب انت فاكره فرح بنت عمتي؟ مش قلت لك فيها نفس البوقين دول؟ ما أنا افتكرت إنها مجاملة رقيقة منك. وانا بقى جاي النهارده عشان اكد لك ان هي حقيقه مش مجامله. تشربي ايه؟ أي حاجة فريش، برتقان أو ليمون. يا ابني اي حاجه فريش بسرعه.
هو ده بقى المكان اللي انت بتحب تقعد فيه. ايه رايك؟ لطيف مش كده؟ شيك وهادي. ده بنت اللي شيك بدون رصيد وعسل وقمر. ايه الاحمر وايه اللبس الجامد ده؟ انت بجد هتخليني اقوم من هنا وانا مغرور قوي بنفسي. ايه ده؟ هو مفيش حد عكسك قبل كده ولا ايه؟ الناس اتعمت. بصراحه مش فاكره. ممكن اسالك سؤال؟ انت تأمري. انت ما اتجوزتش لغايه دلوقتي ليه؟ اصل انا يا نورهان طول عمري كان في خيالي صوره للبني ادم اللي انا عايز اتجوزها. ولقيتها؟ لقيتها وقاعد معاها دلوقتي. انا ما كنتش عارفه اتكلم معاك في الفرح، بس ما اعرفش ليه ساعه ما كلمتني في التليفون حسيت ان انا مرتاحه لك قوي. اكيد عشان حسيت ان انا صادق في كلامي. بصراحه انا ما كنتش بامن لاي حد، بحس ان كلهم كدابين بيقولوا نفس الكلام. في الاخر طبعا انا عارفه ايه هي اغراضهم. نورهان انا عشان اكون صادق اكتر معاكي عايز اقول لك ان احنا لازم ناخد وقت ندرس فيه بعض ونبقى كتاب مفتوح قدام بعض. ايه رايك؟ هحاول. هتحاولي ايه بالظبط؟ هحاول اقرا كتابك. الصلاة على الصلاة. العب يا معلم. ماجد ماجد صباح الخير. صباح النور. هي الساعة كام دلوقتي؟ 8:30. 8:30؟ وانت ايه اللي صحاكي بدري كده؟ عشان اعمل لك الفطار يا حبيبي قبل ما تنزل. لا معلش يا حبيبتي هفطر في المطار الطيارة. تفطر فين؟ لا هتفطر هنا قبل ما تنزل تروح الشغل. طيب يا حبيبتي حاضر. بقول لك ايه؟ اعمل لك ايه على الفطار؟ اعمل لك بيبي بسطرمه؟ لا اعمل يا جماعه. لا بقى انا مش قادر. دي بس ابوس ايدك مش قادر. والله دي بس خلاص يلا. اخر واحدة دي. طب دي كمان بس. لا بقى والله دي بس. ارحمي امي يا زهرة. خلاص والله. هتأخر على الطيارة دي. وبعدين احتاجت البسطرمة معاكي. نعم. بنت البسطرمة وجنبيه بسطرمة. بحبها قوي. يلا يلا دي آخر مرة. يلا عارفه انا بفكر في ايه؟ ان هقوم البس دلوقتي واغير هدومي واجي اسافر معاك. ايوه واعمل لك بقى ابونيه في الطياره تركبي معايا على طول. يا ريت. ايه المشكله؟ وشغلك ده انا عمري ما شفت واحده بتحب شغلها زيك. طب عمرك شفت واحده زيك بتحب جوزها بالشكل ده؟ وبتحب البيض بالبسطرمه كمان. ايه ده؟ دي اخر واحده. ماجي عشان خاطر يا ماجي. حرام عليكي بقى يا زهره. ماجي دي بس خلاص. دي بس عشان خاطر يا ماجي بقى. دي ماجي دي اخر واحده والله العظيم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الاوراق دي كلها عايزه تتمضي. انت بتدوري على ايه؟ موبايلي مش لاقياه. شوفيه في الشنطه. صحيح. اهو. الو. الحمد لله على السلامه. انت كمان وحشتني قوي. هترجع امتى؟ تعالى يا حاج فرج، المحامي بتاعك جايب لك خبر انما هيفرحك قوي يا حاج فرج. خير ان شاء الله. هيخرجوني؟ محدش بيخرج بالطريقه دي يا حاج. ليه يا اخويا؟ مفيش ابراج صحي؟ مفيش كوسه؟ ولا خلاص الكوسه اللي في البلد اتوزعت؟ وبعدين معاك يا حاج، الكلام ده ما يتقالش هنا في مكتبي. اتفضل ارتاح يا حاج، اتفضل. عند اذنكم عشان عندي مرور. شكرا يا جلال المأمور. بس ما تطولش يا حاج ونبي. حاضر. ايه بقى يا سيدي الخبر اللي هيفرحني؟ مبروك يا حاج، النقد بتاعك اتقبل وهتتعاد محاكمتك. والله؟ امتى؟ لسه الجلسه ما اتحددتش، بس اطمن يا حاج انا متابع كويس قوي، وان شاء الله هرجع لك مراتك زي ما وعدتك وكله بالقانون. اهو ده بقى حقيقي الخبر اللي فرحني، وساعتها هيبقى لك حلاوه كبيره قوي يا متر. بس في موضوع تاني مهم قوي عايز اكلمك فيه. موضوع ايه؟ خير يا حاج. ابني ابو اليسر عايز اشوفه، هتجنن واشوفه، عايز اشوفه باي شكل. لا 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 انسوا الموضوع ده، انا مش موافقه خالص. ايوه يا مدام، بس ده ابوه من حقه يشوفه، وانت ما رضيتيش تحرمي اب من ضناه، ده هيتجنن عليه. بس انا ابني لسه عيل صغير، ازاي اوديه السجن يعني؟ ممكن يجرى له حاجه وبعدين تجي له عدوى من حد. يا ست زهرة، يا ست زهرة، أقسم بالله العظيم إن الحاج فرج هيشيلك الجميل ده في رقبته. ولا الجميل ده بقى هينفعني بإيه إن شاء الله لما ابني يجرى له حاجة؟ ها؟ يا بنتي خلاص بقى، خدي ماجد الصغير وروحي عند أبوه يشوفه ويطمن عليه. بقول لك إيه ياما؟ لا يعني لا، حتى لو مين كان عايز يشوفه مش أبوه.
نورهان طلبتك 4 مرات، بتقول انك قافل موبايلك على طول. خير؟ انا حر، مش عايز ارد على حد. وبعدين البت دي بالذات بقى ممله وتقيله. دلوقتي بقت ممله وتقيله، والاول لما كنت طول الليل ترغي معاها على التليفون ما كانتش ممله؟ ما هي كانت نتنه بترن وانا اتصل والبس فواتير قد كده. وبعدين بقى اللي طالع عليها اليومين دول انها عايزه تتجوز. وهي البنت غرضها ايه يا حبيبي غير كده؟ انا عارف، انا طول عمري حظي لون جزمتي اسود. كل واحده اعرفها تطلع عايزه تتجوز، ايه النحس ده؟ اشمعنى انت يا حبيبي كنت عايز تتجوز؟ يوه ما تفكرنيش بقى. زهره دي طلعت بنت واعيه حقيقي، حست انك عايز تلعب عليها. يا ما زهره دي حاجه تانية خالص. زهره دي كانت عامله بالنسبه لي زي الحلم اللي معرفتش احققه، وجه الاستاذ ماجد خدها في الطياره وطار. تلاقيها بس حست ان انت عايز تتسلى بيها زيها زي غيرها. لا يا ماما، دي المره الوحيده اللي انا كنت واخدها جد فعلا. انا فعلا كنت عايز اتجوزها. طب ونورهان؟ لا نورهان لسه تحت الدراسه، بس هي تحسي ان ايه ريحها مش خفيفه كده، يعني بنت تقيله شويه وبعدين شخصيتها قويه ومفتريه، بس انا عامل معاها اتفاق جنتلمان. جنتلمان؟ ما انت كل واحده تعرفها بتقول لي عليها نفس الكلام ده. بقول لك ايه يا حبيبي، خلينا في المهم. تحب اعمل لك ايه، بطاطس ولا كوسه؟ لا يا ماما، انا عايزك تعملي لي تورلي، عشان انا بصراحه بحب اكل كل الاصناف في طبق واحد. ايه ده؟ انت لسه صاحيه يا زهره؟ استنيه عشان احضر لك العشاء. لا انا اتعشيت في الطياره. اغسل عليك يا خصمك. لو انت ما اتعشيتيش انا مستعد اتعشى معاكي تاني. طبعا عندي خبر لو قلته لك هيفتح نفسك على العشاء. خبر ايه؟ خير؟ اقوله لك في ودنك. يلا. بجد؟ من امتى؟ شهرين؟ يبقى مفيش عشاء. يعني ايه مفيش عشاء؟ انا قلت ان انت هتاخدني تفسحني وتعشيني بره وكل عشان لا انا قصدي لا في عشاء ولا في غدا ولا في اي اكل بره اوضه النوم. من النهارده انت تقعدي في السرير وانا هبقى السفراجي بتاعك، هجيب لك كل حاجه لحد عندك. كل حاجه كل حاجه كل حاجه. وعايزك ما تتحركيش ولا تعملي اي مجهود عشان خاطري. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ماجد؟ ايه شغل افلام عربي ده؟ لعلمك بقى الدكتور قال لي اعمل كل حاجه، اخرج واتفسح وامشي واركب العربيه واشتغل كمان لحد ما اولد. يا سلام. الدكتور قال لك كده؟ الدكتور قال لي كده. بالذمه ده كلام دكتور بيفهم؟ ده دكتور بيطري ده. خلاص عليك يا ماجد ما تقولش عليه كده. طب لعلمك بقى ده اكبر دكتور في الوطن العربي كله. طب يعني هو هيخاف على ابني اكتر مني؟ يا شيخ ايش عرفك ان هو ابنك؟ ليه ما قلتش بنتي؟ صحيح يا ماجد، انا عمري ما سالتك السؤال ده. انت نفسك في ولد ولا بنت؟ بصراحه؟ بصراحه ومن غير زعل. لا اكيد هزعل بس قول. انا عايزك انت، يعني سواء ولد او بنت، المهم انك هتكوني مامته. ربنا يخليك ليا ماجد. انا ممكن دلوقتي اخليك تشيلني وتكمل بقيه الفيلم. الله. لا بقى اخته تبقى عايشه في الامله دي كلها وعندها طنبيل بسواق، وانت مفيش حته دهب في ايدك حتى. ياما دي اسمتي ونصيبي، كنت هعمل ايه يعني؟ تعملي ده ايه؟ اسمتك ونصيبك ايه يا موكوسه؟ تتكلمي مع جوزك تخليه يكلم اخته تحط في عينها حصوه ملح. هو مش اخوها ولا مش اخوها، وانت مش مراته ولا مش مراته، ده حتى يبقى عيب في وشها. ياما ما انا كلمته في الموضوع ده مره واثنين وعشرة، وبصراحه بقى كده الكلام يخش النافوخ. هو ساب الشغل عند الحاج واخته بتديله قد المرتب طاقين. ليه؟ لو الحاج كان بيديله كام؟ 1500. يعني اخته كانت بتديله 3000 جنيه في الشهر؟ ايوه ياما. ليه يا بيت؟ هي بتكسب كام؟ خليل بيقول لي انها بتكسب بالملايين. يا لهوي، ملايين يا بصبتي، يخرب بيتها وبيت ابوها وبيت اهلها كلهم. ده ابوك يا بيت لو دفن مصر كلها بالمحافظات مش هيطلع مليون. وهي اللي هبشته من الحاج فرج كان شويه ياما. جدعه، هي دي النسوان بحق وحقيقي، مش زيك يا موكوسه يا اللي ما انتش عارفه تقلبي جوزك.
انا ياما كل ما بلاقي قرش في جيبه بقلبه فيه، انا ما بسيبلوش بس غير حق المزاج. وهو يا بنت حق المزاج ده يبقى قد ايه يعني؟ انا باخد مصروف البيت وكل احتياجاتنا، والباقي بقى يبقى ياخده هو المزاج. بقول لك ايه يا بنت، انا مانيش مطمنه للواد جوزك ده ابدا. مفيش قرش يطلع بره، واي قرش يفضل خديه وشريه. لحسن يا موكوسه تبص تلاقيه متجوز عليكي وما انتش دريانه. نعم. طب هو يستجري برضه؟ وما يستجرش ليه يا حبيبتي؟ هيخاف من ايه؟ دي عيله ما يعلم بيها الا ربنا. انت مش شايفه اخته اللي كل يوم تتجوز لها راجل؟ وهنروح بعيد ليه؟ هو مش كان متجوز قبليكي 3؟ لا لا ياما بقى، لحد كده وكفايه، ما تظلموهوش، هو كان متجوز 2 بس. وانت التالتة يا موكوسة، ومش بعيد يكون بيفكر يجيب لك الرابعة. نعم. طب خليه كده يعملها وانا كنت اشقه واجيب كرشه ياما. هل يتجوز عليا ايه؟ طب وحياتك انت، ده حفي وداخل 7 دخات لحد ما وافقت بقرعته. مش قلت هتنزلي الساعة 4؟ الساعة 4:30 دلوقتي. فعلا؟ اه. طب هكلم ماجد الاول اشوف وصل ولا لسه. ايه ده، معقوله لسه ما وصلش؟ ايه؟ ما بيردش؟ لا الموبايل مقفول. تلاقيه نسي يفتحه. يعني ايه نسي يفتحه؟ ده اول ما بينزل بالطياره بيفتحه على طول. في ايه يا بنتي؟ انت على طول قلقانه كده، يمكن نسيه في الطياره ولا نسيه في اي حته. يعني ايه نوال نسيه في اي حته؟ انا عارفه بقى. الو. ايوه يا أما، هو ماجد وصل؟ لا يا بنتي لا، ولا حتى اتصل. مش هو متعود يتصل بيكي اول الطياره ما توصل؟ جايز حاجه عطلته. ماشي يا أما، هكلمك تاني. حاضر هكلمك، مع السلامه بقى. جربي تاني. ليه؟ لسه مقفول. ما تعرفيش اي حد من اصحابه؟ فريد. الباشمهندس ده اللي جالك هنا قبل كده؟ ايوه هو بيشتغل معاه في المطار. طب كلميه يمكن هو يعرف يوصل. ايوه عندك حق. ايوه يا فريد، ازيك انت؟ الحمد لله. بقولك ايه والنبي يا فريد، ماجد طيارته المفروض كانت توصل 3:30، لحد دلوقتي قافل الموبايل. او النبي وطمني على طول يا فريد. متشكره قوي، مع السلامه. اطمني، خير ان شاء الله. في ايه يا فوزي؟ يا جماعه انتوا قاعدين هنا ومش دارين باللي حصل. فوزي سيبني دلوقتي، احنا مش رايقين لك. رايقين لي ايه ورايق لكم ايه يا زهره؟ ده الكابتن ماجد ماله ماجد؟ طيارته وقعت. ايه تقول ايه؟ مين اللي قال لك؟ لسه جايبين الخبر في التلفزيون وجابوا صورته من ضمن الضحايا. كده زهرة؟ في ايه يا زهرة؟ في ايه يا حبيبي؟ الحمد لله انت جنبي. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بص فظيع، ريحتك بتروح. خير 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 ان شاء الله. ما تخافيش، انا جنبك. كويس انك صحتيني، انا لازم ماجد عشان خاطري ماجد بلاش الشغلانه ديت. شغلانه ايه؟ بلاش شغلانه الطيران ديت، لو مش عايز تشتغل معايا اشتغل اي شغلانه تانية. بلاش الشغلانه المهببه دي، حرام عليك، انا كل شويه بموت. ما تخافيش، وانا الطيار الوحيد، ده في الاف الطيارين غيري. كده بقول لك عشان خاطري، حرام عليك، انا عايشه في توتر. يا حبيبتي انت بتقولي الكلام ده عشان انت بتحبيني. لو كل المراتات بيحبوا زواجهم بالشكل ده مش هيبقى في حركه طيران في الدنيا. معلش. يعني برضه مفيش فايده؟ وبعدين معاكي يا بنتي،
انا صعبان عليا قوي اللي انت عاملاه في نفسك ده. غصب عني يا أم، غصب عني. كل ما يبعد عني ابقى خايفه وقلقانه عليه. خليكي مؤمنه بالله يا حبيبتي، وبعدين ما حدش بيموت ناقص عمر. والله انا مؤمنه بكل ده يا أم، الحمد لله، لكن اعمل ايه غصب عني. خلاص يا بنتي، خففي على روحك كده، حتى عشان خاطر الراجل ده ما تفوليش عليه. وبعدين تصدقي بايه بقى؟ ان انا حاسه كده ان كل اللي بيجرى لك ده من قر الناس عليكي، وخايفه يكون حد عامل لك حاجه. حاجه ايه؟ يعني يكون عامل لك عمل ولا سحر ولا حاجه، إيه، عشان يشحططك ويلخبطك ويخليكي ما تعرفيش تشوفي شغلك. تفتكري يا أما؟ انا اصلي ساعات ما بصدقش في الحاجات دي. معلش مالكيش انت دعوه، انا بعرف واحد كويس قوي هو اللي هيقول لنا على كل حاجه، ومش طماع، ما بياخدش فلوس الا للحاجه اللي هم طالبينها. ما بلاش يا أما نمشي في السكه دي. مالكيش دعوه انت، سيبي كل حاجه عليا انا. من حق البت اللي ما تسمى مرات اخوكي اتكلمت وبتقولك قال ايه؟ اخوكي عايزك تزوديه احسن مش عارفين يعيشوا بالمرتب. نعم ازوده؟ ما انا لسه الشهر اللي فات مزوداه 500 جنيه. ده بقى له 4 شهور بيشتغل عندي، ماشي في الشركه زي فرق علوز. بيت انت بنت وديعه. نعم يا حبيبتي وحشتيني موت، وانا بره بتهفهفي عليا كده. تعالى يا خليل. إيه؟ قدامي. إيه؟ مخبي الفلوس فين؟ فلوس ايه بس يا حبيبتي؟ فلوس ايه؟ ما انت داريه على البير وغطاه. تعالى هنا. امك اللي رستني على البير وغطاه، ها؟ قالت لي ان اختك زهره زودتك في الشهر 500 جنيه، تقدر تقول لي مخبيهم فين؟ اخبي ايه بس؟ فلوس ايه و500 جنيه ايه؟ اختي هتديني 500 جنيه زياده في الشهر ليه؟ هي بتلاقي الفلوس ولا يمكن انا شغال مدير مصنع صبغ طيور؟ يلا ايوه ابدا اللوعه بقى وشغل ال3 ورقات بتاعك. بقول لك ايه يا خليل، لو ما قلتليش دلوقتي الحقيقه هقتلك. متجوز عليا صح؟ متجوز عليا يا خليل. يا بنت ما ينفعش اتجوز عليكي، اللي يعرفك ما يتجوزش عليكي، ده انت اللي متجوزه الحاج متولي نفسه مش هيقدر يتجوز عليكي. امال الفلوس فين؟ انت الفلوس فين اللي هجيب كرشك دلوقتي؟ ما انت عارفه يا حبيبتي يا بت الحشيش بيغلى، بيطلع كل يوم في السما زي الدولار. يبقى من يوم ورايح كل الكلام ده ملوش عندي فايده. الفلوس كلها بال500 جنيه كل اول شهر يبقوا في ايدي، وانا اللي اديك المصروف، واخرك عندي المواصلات وكوبايه الشاي. لا مواصلات وكوبايه الشاي لا. طب والحشيش؟ لا الحشيش ده بقى لعبتي، انا اللي هشتريهولك وانا اللي هقطعه واكرسه واعد عليك الحجاره زي امي ما بتعمل مع ابويا. اسره اصيله وعريقه على راي امي، قالت لي يا ابني دي جنازه مش جوازه. يعني ايه مش عايزين اشوف ابني؟ ازاي يا منتصر؟ وانت يا متر، امال الفلوس اللي بتاخدها مني دي بتعمل بيها ايه؟ يا حاج هي عندها عذرها، وانا يعني ما عنديش عذر؟ اب ومش عارف يشوف ابنه الوحيد اللي بترجاه من الدنيا، هو في عذر اكتر من كده؟ بالسياسه يا حاج، بالسياسه. يعني الواد هيروح مننا فين؟ ما هو معايا في الحفظ والصون. هو ده بقى الكلام اللي يحل ولا يربط. يا حاج انا هخليك تشوفه وبالقانون. قانون؟ تاني هتقول لي القانون؟ تقدر تقول لي حاجه واحده بس كويسه عملها لي القانون؟ اتسجنت بالقانون، واتطلقت مراتي بالقانون، واتحرمت من ابن القانون، وانت وزمايلك المحامين عمالين تلهفوا وتنحلوا وبري بالقانون بتاعكوا ده. اهدى بس يا حاج، اهدى كده وان شاء الله كل اللي انت عايزه هيمشي. انا يا اخويا مش شايف حاجه ماشيه، انا ان كل شايفه منكم وعود وكلام ومفيش حاجه بتحصل. يا ناس حرام عليكم، عايز اشوف ابني الوحيد اللي بترجاه من الدنيا، اشوف ابني وخدوا مني اللي انتوا عاوزينه. وبقول لك انت وهو اوعى حد منكم يجيب لي سيره القانون بتاعكم ده. انا راضيه حكمك انت بقى يا ام فوزي، يخلصك يا اختي الوليه المعدده المغسله مرات التربي، يخلصك انها تروح تعمل اعمال لبنتي، عايزه تشحططها، عايزه تجننها. اما البنت يا عيني دلوقتي لا بتنام ولا عارفه تشوف شغلها. انا عايزه اعرف بس هما بيعملوا الاعمال دي لبنتي ليه؟
انا عارفه يا اختي ايه بس اللي كان شبكهم الشبكه المنيله دي حتى دخلتهم شوق مع الناس. ابني يا اختي، ابن الله لا يكسبه. قلبي يحب بنت التربي ومش قادر على بعدها، وبعد كل المصاريف والحاجات اللي بنعملها لهم رايحه اللي ما تسمى ام الهنا الوليه مرات التربي، رايحه قال تعمل اعمال سودة لبنتي. ليه؟ طب وانت اتاكدتي من الحكايه دي ازاي يا ام خليل؟ الراجل ابو الشمان ده الراجل مبروك وراني يا اختي صورتها على كف ايدي. يا لهوي، صورتها على كف ايدك؟ شفتيها بعينيكي؟ هي ام الهنا اللي ما تسمى. هي يا اختي قاعده كده كل ده على كف ايدي، وزي ما تكون قلبه صحنتها كده وبتبص لي في عينيا وتقول لي ايه؟ ايوه انا اعلى ما في خيلك اركبيه. اما ولية قليلة الاصل بشكل. طب وبعدين يا اختي ناويه تعملي ايه؟ ويكون في علمكم بقى، ان كنتوا فاكرين ان انا ما اقدرش اعمل اعمال سودة وشقلب حياتكم زي ما انتوا عاملين في بنتي، لا ده انا اقدر ونص. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه يا ست ام خليل؟ اعمال ايه يا اختي اللي هعملها لبنتك؟ ايه الكلام اللي ما يخشش العقل ده؟ الكلام ده عيب يا ست ام خليل، احنا خلاص بقينا اهل، واللي يرشكم بالميه نرشه بالنار. يعني انا بتبلى عليكم ولا ايه؟ اذا كان انا شفت صورة اللي ما تسمى مراتك دي على كف ايدي وهي قلبه صحنتها وبتبص لي بعينين رضيه. سمعت يا ابو سريع؟ قال ايه يا اخويا صورتي على كف ايدها؟ ما هو يخلق من الشبه 40 برضه يا ست ام خليل. 40 ايه و50 ايه يا راجل يا صوت ولا انت؟ بقى معقوله صور البني ادمين تطلع على كف الايد؟ هو انت صورتي كفك عند انهي مصورات يا ست ام خليل؟ انا ما رحتش لمصوراتي، انا رحت للشيخ ابو شمندل الراجل الامير المبروك، وفتش لي سر مراتك اللي ما تسمى دي. بالاماره بتعمل لك الاعمال وتديها لك تدفنها مع الميتين في التراب. لو الكلام ده حقيقي يجي معايا القرافه ويشاور لي على انهي تربه فيها العمل وانا افتحها له. لو لقينا العمل ندرن عليا لما يجي يموت هدفنه مجانا. سمعتي بقى يا ام خليل؟ ايه رايك يا اختي؟ وهي الميه تكدب الغطاس. ايوه هو انتوا ازيك يابا؟ الله يا اخويا. الله، ازيك يا خالتي؟ امي هنا خير؟ تعالى يا اخويا شوف امك جايه تتهمنا ان احنا بنعمل اعمال لاختك زهره. نعم؟ ليه بقى بعد الشر يا خالتي؟ هو احنا لا سمح الله شفنا حاجه وحشه من زهره؟ وبعدين ما احنا هو ما شاء الله عايشين من خيرها. يا ريته يا اختي كان تمر في امك. وبعدين معاكي بقى يا ام خليل، انت يا اختي جايه تتبلي علينا هنا ولا ايه؟ اسمعي بقى، انا ما جبتش حاجه من عندي، الشيخ ابو الشمندل هو اللي قال لي على كل حاجه وشفت بعيني. ابو الشمندل؟ انت رحت يا امبا للشيخ ابو الشمندل؟ ماله؟ راجل مبروك وكله بركه. بركه مين يا اما؟ ده اتقبض عليه امبارح. اتقبض عليه؟ احنا لو فضلنا كده مش هنعرف نتعشى، لو سيبناك لوكلوك كتير هنعرف ناكل النهارده. انا مالي، ما انتوا اللي بتضحكوا، امسك بقك انا ولا اعمل ايه؟ انا اول مره اعرف ان انت دمك خفيف. لا والله اول مره. ليه؟ انا قبل كده كان دمي تقيل ولا ايه؟ ده كفايه في لبنان ما كانش فيه اخف مني، ولا انت نسيت؟ كويس بقى، عرفنا يا باشمهندس خفيف انه دمك خفيف. ما ناكل بقى. ما بلاش انت، ده انا جمايلي مغرقاك. اه والله انت نسيت لما كانت بتيجي عشان تعرف اخبارك وانا ما رضيتش اقول لها ان انت نادل وسبتها وهربت. لا يا حبيبي، ما تحاولش توقع ما بيني وبينها، انا حكيت لها على كل حاجه. وانت اقتنعت يا مدام زهره؟ شايف ايه؟ بصراحه شايف قدامي احلى 2 عرسان. ايوه يا سيدي بقى، احسدنا قر علينا. انا عارفك وعارف عينك اللي تفلق الهرم مش الحجر. تكونش انت اللي عملت لي العمل زي امي ما قالت لي. والله العظيم انا كل ما افتكر حكايه قصدي والده حضرتك والعمل دي اموت بالضحك. عايز اقول لك من ساعه ما الراجل ده اتقبض عليه وعرفت ان هو بتاع الستات، والله العظيم لحد دلوقتي قاعده في الاوضه ما خرجت منها. انا خايف تجي لها عقده نفسيه من الرجاله. طب اقول لك ايه يا باشمهندس، ايه رايك تفك لها العقده دي وتتجوزها؟ يا ريت، هو انا طول.
ده كفايه والله ان هي والده مدام زهره. ميرسي. على فكره انت ما اتجوزتش لحد دلوقتي ليه؟ والله انا مستني حظي يضرب زي صاحبي كده ولا واحده زيك. تبقى بتحلم. وماله يا عم؟ ما انت كمان كنت بتحلم وحلمك اتحقق اهو. مين عارف؟ مش يمكن انا كمان حلمي يتحقق في يوم من الايام. ما تاكلوا يا جماعه، ما بتاكلوش ليه؟ زي بيكوا يعني كله. وانت هتفضل كده يا حبيبي مضيع فلوسك على الغدا والعشاء على كل واحده تعرفها؟ ماما اسمح لكيش، نوران دي حاجه تانية خالص. يا حبيبي ما انت كل واحده تعرفها بتقولي عليها نفس الكلمتين دول. يا ماما انا في حاله بحث دائم لحد ما الاقيها. هي ايه بس اللي تلاقيها؟ اللي امها داعيه على ابوها اللي هتشاركني حياتي ان شاء الله. وانت ما لقيتش ولا واحده في اللي تعرفهم دول؟ مش لاقيها. امال يا حبيبي بتعرفهم ليه بس وبتضيع عليهم فلوسك ليل ونهار في غدا وعشاء وخروج؟ يا حبيبي انا عايزاك توفر لك قرشين عشان لما تيجي تتجوز. ما شفتش ام بتفصل ابنها من تاملاته زي ما انت بتعملي فيه ايه؟ ان شاء الله باذن الله ربنا هيوقعني في واحده غنيه اعوض بقى كل اللي انا صرفته ده. ودي جوازه ايه دي بقى ان شاء الله اللي تشتريك بفلوسها؟ طب وليه ما تقوليش انا اشتريها بحبها ليا؟ طب كل يا حبيبي كل. سديتي نفسي. والله يا ابني ما انا فاهمه لك حاجه، فيها ايه يا حبيبي لما تتجوز مروه بنت خالتك فاطمه؟ مروه؟ يا ساتر يا ساتر على مروه دي. لا 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 ما لمستش معايا. ما لمستش معاك؟ قصدك ايه يعني؟ اصل انا يا ماما مهندس كهرباء يعني. فين بقى؟ والشغل اللي هنا هعمل فيه ايه ده؟ شغلك هيفضل زي ما هو. اعملي لي انت بس توكيل بالاداره وخلصي من الفيلا بتاعتك. هي مش باسمك؟ ايوه هو مسجلها باسمي بس العقود كلها معاه. خلاص سيبك من موضوع العقود، انا هتصرف اجيب نسخه طبق الاصل من الشهر العقاري. طب وشاليه شرم الشيخ؟ شاليه شرم الشيخ ده مش انت مشترياه بعد الطلاق؟ انت مسؤول يا فوزي، ما انت اللي مسجلهولي. طيب خلاص ما تخافيش عليه. المهم قلت لي رايك ايه؟ قولي بصراحه كده، الراجل ده ممكن يطلقني من ماجد؟ انا اكيد اتصبت عيني. ما تخافيش يا زهره، مفيش حد في الدنيا هيقدر يفرقنا من بعض. انت مراتي وهتفضلي مراتي لحد ما اموت. بعد الشر عليك يا ماجد، ما تقولش الكلمه دي تاني. على العموم انا ممكن اعمل بنصيحه فوزي، احنا ممكن نسيب له البلد باللي فيها ونسافر اي بلد تانية. قلت ايه؟ هي فكره كويسه بس انا خايفه امي ما ترضاش. انت عارف ان انا حامل وماجد لسه صغير، يعني محتاجاها جنبي قوي. ماما بتحبك ولو سافرتي هتسافر معاكي لاخر الدنيا. ما افتكرش انها هتقول لا. لا يا زهرة، انت عارفة كويس قوي ان انا نادرة ما سافرش الا عشان حج، والحمد لله انت هتسافري حبيبتي ومعاكي نوال وانا مطمنة. انا بقى هروح اقعد مع خالتك. ازاي بس؟ وتسيبيني لوحدي يا ماما؟ ماما جاك موي موك. وتقعد لوحدك ليه؟ ما تقعد مع مراتك بديعة بدعدع. اهل مراتك يونسوك. يونسوني فين؟ يا جدعان انتوا مش حاسين الاحساس اللي انا حاسه. انا حاسس وانا قاعد في وسطهم، حاسس ان انا قاعد في الاخره. بص يا زهره يا عسل انتي، انا مستعد هنا افضي ميه حمام السباحه ده وافرش واعيش انا وبديعه ونخلي بالنا من الفيلا. لا الفيلا هتتأجر، فوزي يعمل لها اعلان في الجرايد من بكره. وهتأجري الشركه كمان؟ لا فوزي عايزني اعمله توكيل بالاداره. يا دي فوزي يا دي فوزي، بقى تأمني فوزي وما تأمنيش اخوكي. يا ريتني كنت كملت تعليمي. ايوه مسكوا القط مفتاح القرار. قرار ايه بس ياما؟ فلوس زهره فلوسي، دي اختي حبيبتي. لا فلوس زهره فلوس ولادها. على العموم ماجد مش عايزني اشتغل هنا، عايزني اصفي كل حاجتي وابقى اشتغل بره. يا نهار اسوخ، يعني كده هرجع عواطلي تاني؟ يا ابني ارجع شغلتك في المجاري اللي كنت فيها. مجاري ايه ياما؟ مجاري ايه؟ ايه الريحه الوحشه دي واحنا قاعدين في وسط الورد؟ هرجع اخد 300 ملطوش تاني. ما تقلقش يا خليل، هبعت لك مهيتك كل اول شهر مع فوزي. يا دي فوزي، كل شويه فوزي فوزي فوزي، ناقص حلق صورته في بيتنا. الله ما تتلمي يا واد انت امال، على راي المثل اكل وبحلقه. فوزي مش بيبقشش عليك من جيبه، كل ده من فلوسي انا. وانت بقى ناوي ترجع لشغلتك القديمه في المجاري؟ اعمل ايه؟ ما هي دي الشغلانه اللي انا فاهمها وحاسسها وشاممها. ده انا بسببها عملت اللحميه مرتين. بقى بالذمه يا ناس، دي اختي دي سايباك كده متعلق في الهوا. بالذمه انت مش ملزوم منها ولا ايه؟ هو انت مش اخوها؟ يا تكوكسه، مش كنت تقول لها تاخدنا معاها؟ تاخدنا معانا فين؟ ما انت عايزانا نقفل البلد اللي هي رايحاها؟ ليه؟
هي مش هتفتح مشروع هناك؟ انت فاهمه الحكايه غلط يا بنتي، هيعيشوا هناك بمرتب جوزها. امال فين الفلوس اللي كانت متلتله على قلبها قد كده؟ متلتله؟ انت فاهمه الحكايه غلط. ده انا ما صدقت واقنعتها انها تبعت لي عرق كل شهر باكو كتعويض يعني. باكو بقى من 3000 ونص ل 1000 جنيه، ودول هيعملوا ايه يا خيبتك؟ هنعمل ايه بقى؟ اهي نوايا تسند الزير. طب وكان لزومها ايه الشحطاطه ليها دي بالاول؟ قولي لامك، مامك هي سبب الاعمال اللي كانت بتعملها لها. انا مش هاممني دلوقتي الاكل والشرب، انا ما بفكرش فيه خالص، انا بفكر في المزاج بتاعي هجيبه ازاي. يا اخويا تنيل على عينك، قال على رأي المثل عريان الراس وعامل لي بصباص. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، الفراخ اتحرقت على البوتاجاز. نتكلم؟ اتفضل. احب ابلغك تحيه تقدير واعجاب مبعوتالك عشان النجاح الكبير ده. متشكره. الحقيقه يا مدام زهره، محدش كان يتوقع انك في المده القصيره دي تحققي النجاح الكبير ده. الحمد لله، التوفيق من عند ربنا. وافتكر ان التوفيق ده مدعوم بفلوس احنا عارفين مصدرها كويس. والله انا ما حطيتش ايدي في جيب حد، كل ده باجتهادي الشخصي. اي نعم خدت قروض من البنوك، لكن سددتها كلها الحمد لله. ومين بقى اللي سهل لك كل القروض الكبيره دي؟ مش احنا يا مدام؟ واشمعنى انا؟ ما في ناس كتير جدا خدت قروض وفلسعت بيها على بره. انا الحمد لله ما عملتش كده، ومش ناوي اعمل كده في يوم من الايام. عموما يا مدام، احنا اديناكي فرصه عشان تشتغلي وتكبري شغلك، وبعد كده هنتحاسب. المطلوب ايه؟ انت فاكره الشروط اللي انا قلتها لك قبل كده بالنسبه لمجموعه فرج ابو اليسر؟ طب لو قلت لا؟ هترجعي زي ما كنتي وهنقف ضدك. احنا قوة لا يستهان بيها في مجال رجال الاعمال، واظن انت عارفه كده كويس يا مدام. يعني الكلام اللي انت بتقوله ده بقى حطه تحت بند التهديد يا استاذ كمال ولا ايه؟ وليه تعتبريه تهديد؟ ما تعتبريه اتفاق، وتاكدي يا مدام ان احنا هنعوضك عن كل قرش هتدفعيه. عموما انا ما عنديش اي مشكله. انا اصلي ان شاء الله مسافره بيروت كمان اسبوع، مش هقعد هناك كتير، يومين 3. اول ما ارجع هديك تليفون ونقعد نتفق مع بعض. الحقيقه انا ملاحظ المره دي تفكيرك احسن من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت الفلوس مش فلوسي وصاحب المال ما كانش موافق. صحيح، انتوا عملتوا ايه مع منتصر؟ الحقيقه منتصر ده انسان عاقل وبيحاول ينقذ مجموعه فرج من الدمار. على فين؟ انت لسه ما شربتش القهوه. ما انا سبق وقلت لك هشرب، وهشرب معاكي كتير قوي، بس ده بعد ما نتفق. بعد اذنك. مع الف سلامه يا فندم. تعالي يا نور بسرعه. نفسي اعرف مين الراجل الغريب ده. مش مهم دلوقتي. الحجز بتاع بيروت عايزاه النهارده بعد الظهر ضروري. ليه؟ ايه اللي حصل؟ اعملي زي ما بقول لك. طب افرضي ما لقيتش النهارده؟ اتصرفي على اي طيران، ان شاء الله حتى طياره خاصه. اوكي. نوال. ايوه يا زهر. مش عايزه جنس مخلوق يعرف ان انا سافرت النهارده، واعملي حسابك كلها يومين 3 وتحصليني. وتطلب مين يا باشمهندس؟ بطلب 0900. بطلبك انت طبعا. في ايه؟ انت بقت هوايه عندك ان انت تلطعيني؟ انا افتكرتك مش جاي. انا بصراحه ما كنتش جايه النهارده يا فريد. ليه كده يا نونو؟ عشان عايزه اعرف اخرتها معاك. اخرة ايه يا حبيبتي؟ اخرة اللي احنا فيه، اخرة المقابلات. يعني لو حد شافنا مثلا دلوقتي من قرايبي ولا اخواتي هقول لهم ايه؟ بسيطه، قولي لهم زميلك في الشغل. ليه؟ وزميلي في الشغل هيقابلني هنا ليه؟ بنعمل اجتماعات؟ بقول لك يا فريد، انا قررت ان دي تكون اخر مره اشوفك فيها. يخص عليكي يا نونو، يخص عليكي. انا تعملي فيا كده؟ لا، انت مودك النهارده مش عاجبني يا حبيبتي. وانت كمان مودك مش عاجبني. احنا اتفقنا من فتره على ايه؟ اللهم صل على النبي. اتفقنا على ايه بقى؟ انت كمان نسيت؟ مش احنا اتفقنا ان انت هتيجي تقابل بابا؟ ايه؟ اتفقنا على كده؟ بس انا ساعتها قلت لك ناخد فرصه اكتر ندرس فيها بعض. وانت لسه ما درستنيش كل ده يا فريد؟ ده انا درستك دراسه، بس انا عايزك انت تاخدي فرصه تدرسيني فيها كويس. من الناحيه دي اطمن، انا درستك كويس وحفظتك يا فريد. انت متاكده؟ بس انا المناهج بتاعتي صعبه شويه ومعقده، ده بالاضافه لان في بعض المناطق الغامضه في شخصيتي، يعني لازم تتعمقي في الدراسه عشان تفهميها. بقول لك ايه،
ما تلفش وتدور عليا. وما تنساش كمان ان انا تخصصي علم نفس، يعني انا حفظتك كويس جدا وبالنسبه لي انت كتاب مفتوح. وعشان تعرف يا فريد، لو الاسبوع الجاي ما جيتش تقابل بابا هعرف ان انت بتتسلى ومش عايز تتجوز. ماما يا ام فريد، ام فريد. ايه يا فيري، في ايه يا مبروك يا حبيبتي. ايه يا بابا؟ مبروك يا ست الكل. مبروك على ايه؟ هتبقى حما يوم الخميس الجاي ان شاء الله. يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه مش فاهم؟ بيقول لك هتبقى حما، ابنك هيخطب يوم الخميس، هيخطب نورهان. نورهان؟ نورهان؟ انت نسيتيها ولا ايه نورهان؟ ده انت بتردي عليها بقالك شهر ونص في التليفون. نورهان البنت ام صوت مسرسع دي. هي ام صوت مسرسع دي، بس انت ابتديتي دور الحما بدري قوي. بقول لك يوم الخميس مش من دلوقتي. ليه يا ابني؟ مش الاول تخليني اشوفها واعرف اصلها من فصلها؟ لا صلي على النبي، انا شفتها وعرفت اصلها وفصلها وكل حاجه. وبعدين من اول ما شفت البنت دي وانا حسيت ان هي هتعشش معايا، عجبتني. وبعد كده رحت لابوها وامها واتفقت معاهم على كل حاجه خلاص. كده يا فريد من ورايا؟ الناس يقولوا ايه؟ ناس مين يا ماما؟ ناس مين؟ اهلها يا ابني. يقولوا ايه؟ مالكش اهل؟ لا ما هو بكره ان شاء الله لما يشوفوكي كده هيعرفوا انها ليا ام موزه وحلوه وهتبقى اعظم حما في الدنيا ان شاء الله. وعزمت بقى صاحبك ماجد ومراته؟ لا هنعمل ايه؟ حظنا معاك كده بقى يا عريس. طيب يا سيدي. لا احنا هنكون مسافرين. هنكون سافرنا طبعا. تأجل؟ ايه يعني تأجل الخطوبة؟ لا اوعى، ده انت لو أجلت مش هتتجوز في سنتك طبعا. انا هكلمك بعدين. لا على العموم احنا ممكن نعزمكم عندنا اسبوع في شهر العسل، وهكلمك واقول لك احنا في انهي بلد. ماشي يا سيدي. طيب طمني، العروسه حلوه؟ بعت لها صورتها على الايميل. زهره بتقول لك ابعت لنا صورتها على الميل عشان نديك الاوكي. اوكي ماشي. احنا مسافرين بعد بكره. يلا مع السلامه. مقنع وانا كذاب؟ هما مسافرين فين؟ مسافرين بره. انهي بلد يعني؟ ما مرضيش يقول لي بس انا ماما حاسه ان السفريه دي فيها ان يكونش مراته هبشت هبشه من بتوع البنوك دي وناويه تهرب؟ والله ممكن. ادينا جبنا الفيلا يا ستي. حلوة قوي 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 قوي. وايه رايك بالمنظر ده؟ حلوة قوي 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 قوي. انا بقى عندي اقتراح. ايه هو؟ ايه رايك تفتحي مكتب استيراد وتصدير؟ استيراد وتصدير؟ طب هصدر ايه وهستورد ايه؟ ممكن تعملي دراسه في السوق، تشوفي ايه الحاجات اللي مش موجود منها دي تستورديها، والحاجات اللي موجود منها كتير دي تتصدر. حاجه بسيطه يعني. شفتي بقى الشوام شاطرين ازاي؟ سوريا ولبنان بلاد التجاره. انا بقى ابويا الله يرحمه كان تاجر، بس انا بقى ما غويتش التجاره. انت لو كنت غاوتها كان زمانك دلوقتي نافعني. يا سلام، ومين قال لك ساعتها ان احنا كنا هنتقابل؟ ليه؟ انا كنت هاجي اشتري منك وانفعك. انا شايفه ان الكلام اللي بيقوله ماجد مظبوط. على العموم انا في هنا تجار كبار صحابي، ممكن تقعدي معاهم وتفهمي منهم وضع السوق. ايه رايك؟ انا بصراحه انا مش فاهمه انت عايز ايه بالظبط. الخطوبه واجلتها كل ده، انت ليه عايز تاجلها تاني؟ انت قصدك الشبكه؟ الخطوبه خلصت خلاص. الخطوبه خلصت امتى بقى ان شاء الله؟ الله، انا مش جيت لكم البيت وجبت بطيخه وقعدت مع ابوكي؟ كان اسمه ايه ده؟ دي اسمها تعارف وقرايه فاتحه. ما هي قرايه الفاتحه في اللغه العربيه يعني خطوبه. اوكي انا موافقه. امال ايه بقى اللي انت اجلتها؟ الشبكه قلنا. طب انت عايز بقى تقدم الشبكه امتى؟ يوم كب الكتاب ان شاء الله. انا بصراحه مش فاهمه منك اي حاجه ومش عارفه انت عايز ايه بالظبط. جرايه يا نونا في ايه؟ انت ما رحتيش عمرك مع واحده صاحبتك كب كتاب في مشيخه الازهر؟ دايما بعد ما يكتبوا الكتاب يقوم العريس مطلع الشبكه ملبسها للعروسه على طول. لا يا حبيبي، انا اللي اعرفه ان في حاجه اسمها خطوبه وشبكه. يعني العريس بيخطب وبيقدم شبكه ويلبس العروسه دبله في ايديها اليمين، وهو كمان بيلبس دبله في ايديه اليمين. بعد كده بيكتبوا الكتاب وبينقلوا الدبل من ايديهم اليمين لايديهم الشمال. الله، ايه اللخبطه دي؟ ايه اللي كل شويه يعملوا ايديهم كده والعسل بقى ويقعدوا ينقلوا الدبل؟ امال لما يخلفوا يحطوا الدبل فين؟ فريد انت يظهر عليك مش عايز تتجوز، وانا كمان يظهر اني بضيع وقتي. يخص عليك يا نونا بقى بعد كل اللي انا عملته ده جاي تقولي مش عايز تتجوز؟ كل اللي عملته ده؟ انت عملت ايه؟ ده كان مجرد تعارف وقرايه فاتحه.
يا فريد انا عايزه ابقى خطيبتك رسمي. طب ما انت خطيبتي رسمي، تحبي اكتب لك ده في البطاقه؟ لا انا قايمه يا فريد. اقعدي بس لسه هنتغدى. هو احنا هنقضيها بس غدا؟ لا عشاء كمان وسحور لو تحبي. بقول لك ايه يا فريد، نعم. بابا وماما بيقولوا لك لو ما عملتش الخطوبه والشبكه يوم الخميس الجاي اعتبر الموضوع ده خلص وانتهى. ابوكي ده قديم قوي وتقليدي، هو لازم الجواز يبقى يوم الخميس؟ ماله يوم الاربع؟ انا عايز اتجوز يوم الاربع. خلاص يا حبيبي نتجوز يوم الاربعاء. يوم الاربع مش فاضي، عندي شغل، وابوكي كمان اكيد مش فاضي. بقول لك ايه، زي ما قلت لك الموضوع ده عايز دراسه عميقه ومتأنية يا نورهان. لا ده انت قلبت الموضوع تهريج. بقول لك ايه يا فريد، اقعد ادرس انت بقى ايام الاسبوع براحتك، كل ما تختار ابقى ابعت لي اختار مسجل. انا مش عارفه ايه اللي خلاني اقع معاك. عن اذنك يا فريد. اقعدي بس، اقعدي انا هريحك، اقعدي. انا من يوم ما عرفتك يا فريد وانا اصلا مش مرتاحه. طب ولو قلت لك ان انا هبقى تقليدي زي ابوكي وان انا موافق الخطوبه والشبكه يبقوا يوم الخميس، ترتاحي؟ امال انت ليه مدوخني وحارق دمي؟ اصل من ساعه ما جيت المكان ده وانا بفكر نتغدى ايه؟ تضربي تورلي معايا؟ ايه يا زهرة؟ في ايه؟ اتأخرتي كده ليه؟ ده في عملاء كتير قوي مستنيين. كام واحد بره؟ حوالي 6. ايه؟ في ايه مالك؟ مش عارفه يا نوال، النهارده حاسه ان انا تعبانه قوي كده ورجليا تقيله. حاسه انك هتولدي ولا ايه؟ اولد ايه؟ ده الدكتور بيقول لي لسه قدامي يومين. ما كنتيش جيتي يا زهرة، كنت استريحتي شويه. والشغل اللي عندنا بس يا نوال. يا ستي كان يتأجل، انا ممكن اخلي فادي يقابله. لا هخلص اللي عندي وبعدين ابقى اروح. دخلي لي اول واحد الله يخليكي. حاضر يا حبيبتي. نوال 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 الحقيني يا نوال. نوال كابتن ماجد. نوال طمنيني يا نوال، زهرة عاملة ايه؟ حالتها ازاي؟ مفيش داعي للقلق ده كله، زهرة كويسة. بقالها جوه قد ايه؟ نص ساعة. ست نوال مبروك اجاكم صبر. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. شفت مروان؟ قمر شبه مامته. لا بقى شبهك انت. بصراحة هو شبه الكابتن يا زهرة. بجد يا نوال قمر كده؟ شفتي بقى يا ستي جبتلك جوزك على ملا وشه ازاي؟ يا دوبك كانت لسه الطيارة واصلة. بس عليكي خضتين. الله، مش مراتي حبيبتي اللي ماليش غيرها في الدنيا كلها؟ لو نوال ما كانتش كلمتني انا كنت هزعل منك ومنها. لا وانا ما اقدرش على زعلك يا كابتن. انت ايه واخد اجازة؟ كلمتهم وطلبت اجازه وضع. اللي ردت عليا افتكرت ان انا اللي هولد. زهرة انا شايف انك لازم تستريحي كام يوم، دي ولادك. ايه المشكلة؟ عندنا في مصر الست تولد من هنا وتنزل لغاية الصبح من هنا. يا حبيبتي دول الفلاحين متعودين على كده، اما انت بقى مش متعوده. ليه بس كده يا ماجد؟ انا طول عمري يا حبيبي متعوده على الشقه. الجو النهارده يجنن. ما تغيريش الموضوع عشان خاطري. انا عايزك تستريحي كام يوم، بعدين مش بعتي ورا فوزي ماشي شغل المكتب بدالي.
عشان الشغل وحشني قوي، مش واخده على القعده. الشغل وحشني؟ ايه ده؟ انت كنت هتولدي في مكتبك وانت بتشتغلي. بعدين انت ناسيه ان النهارده اهم يوم عندنا، ده اسبوع الاستاذ مروان، ولا مش مالي عينك؟ لا قول مش مالي عينك انت، والدليل على كده ان انت نازل دلوقتي وسايب كمان مامته. يا حبيبتي هي رحله بسيطه بس لغايه جده وراجع، يعني هكون هنا قبل المغرب باذن الله. طيب تروح وترجع بالسلامه. مش محتاجه حاجه مني؟ متتاخرش عليا. حاضر. هتوحشيني. وانت كمان. ربنا يخليك ليا يا رب. تعرفي أنا ما اطمنت إلا لما زهرة خلفت من ماجد، بظن بإنه الحج صار لازم يعرف. عشان ابليس في الجنه يا اختي. انت ما شفتوش كان بيتكلم عليها ازاي في اخر زياره؟ دي زي ما تكون سحراله. ليش تقبريني؟ شو بتفرق يعني زهرة عن أي وحدة مننا؟ إذا هي خلفت مرة، إحنا خلفنا 3 مرات. ايوه يا اختي، بس احنا ما عرفناش نجيب له الولد، يعني احنا خلاص راحت علينا وامرنا لله. ليش شو بتفرق يعني الصبي عن البنت هلا؟ مش عارفه ايه الفرق يا حليمه؟ انه خلاص ما بقاش يعبرنا عشان خلفتنا كلها بنات. لك ايش وزمنا؟ إيه هذا شغل ربك. ايوه بس احنا لو كنا خلفنا له صبيان كان زمانه قدر ينساها وما فكرش فيها تاني، وكنا احنا بقينا عنده فرخه بكشك. شو هي كمان فرخه بكشك؟ وبعدين معاكي بقى يا وليه انت. طب والله العظيم ان ما بطلتيش لكون شايله السماعه واسيبك تهاتي ولا اسال فيكي. بذمتك هلا وقت الطراش. ايوه يا امي، وحشتيني قوي حبيبتي. صحتك عامله ايه؟ طب الحمد لله. ايه ده انت فاكره يعني؟ الاسبوع النهارده ماجد عامل حفله لمروان وماجد الصغير. والله ياما كان نفسي تبقي معانا النهارده. لا ما تقلقيش ياما، اول ما يوصل بالسلامه ان شاء الله هبلغه على طول. طبعا هفتح الموبايل، هنقلك الاسبوع كله على الهوا. ماشي ياما، مع الف سلامه حبيبتي، مع السلامه. ربنا يخليكي ليا يا رب يا أم. هلا هاتي بقيه الحاجه اللي عندك جوه. زهرة ايه نهار في ايه؟ ماجد ماله ماجد؟ وقعت بالطيارة. ايوه مين انت؟ شو اخي ماجد. ايه يا بنتي اللي حصل تاني؟ في ايه يا حليمه؟ ماجد في ايه يا حبيبي؟ خير؟ الطياره وقعت بماجد يا ماما. يا مصيبتي، وايه اللي حصل؟ بيقولوا كل اللي كانوا في الطياره ماتوا. انا لازم اسافر بكره، لازم اكون جنب زهره. هي يا ابني ملهاش اهل، استنى ما تيجي مصر وبعدين تبقى تعزيها. يا ماما استنى ايه؟ ماجد ده كان اعز اصحابي، لازم اقف جنب مراته، لازم. خلاص استريحتوا؟ شفت نقك انت امك نقيته على الراجل كان هدهد في الهوا، كان بياخد مطبات عسل رشق.
يلا 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 ابدأ بقى، ما هي كل مصيبة بتحصل في عيلتكم تقول ان مني انا وامي وابويا. هو احنا يا خالي كنا قلنا له يقع يطب يموت؟ انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. لازم نسافر. ايوه لازم نسافر. اسمع كلامي، في الظروف اللي زي دي لازم نقف وقفة رجالة. رجاله انت هتعملي لي فيها محمود المليجي؟ بقول لك يا بديعه، ما تحاولي تكلمي ابوكي كده وتقنعيه يشوف لنا قرشين عشان نشتري تذكرتين طياره. مين؟ طيارة ايه يا اخويا؟ انت اتجننت ولا ايه؟ هو انا بعد اللي حصل اركب طيارة عمري ابدا. شوف لنا طريقة تانية. حظها وحش قوي اختك دي يا خليل، لا لحقت تقعد مع جوزها ولا تفرح بابنها. لا حول ولا قوة الا بالله. ده يا دوبك الواد كان هيسبع وهنسافر لها. استاذ فوزي، من فضلك ممكن تقطع لنا تذكرتين انا وبديعه مراتي ان شاء الله كونوبي، واروح اشوف اختي. كونوبي؟ طب وعلى ايه تتعب نفسك؟ مش محتاجه تعب يعني يا حاج خليل. لا لازم اتعب، هي في ظروف وحشه دلوقتي، في حاله عزا. انا مستعد بجد والله، انا مستعد اخد راجل بتاع فراشه من هنا على قد كده واروح ينصب صوان هناك واخد العزا مع اختي. عزا ايه يا عم؟ ده ما لقوش جثه من اساسه، فوفر على نفسك بقى وخليك هنا معانا. جثه؟ ما لقوش الجثه. هيلاقوها فين دي؟ بالحقيقه الطياره وقعت فين؟ في البحر الاحمر. يا ريتها يا اخي كانت وقعت في مكه ولا في المدينه، كان على الاقل مات شهيد. يا دي النيله على البحر الاحمر، هو مال البحر الاحمر كده مزعل الناس كده؟ مره مركب ومره طياره، ما هي كانوا جم من حته تانيه. انا بشبع على الخلقه دي، انا شفت حضرتك قبل كده. اهلا وسهلا يا فندم. لو حضرتك مباحث المطار يعني ولا حاجه؟ يا عم انت داخل فيها شمال ليه؟ بقول لك شفتك قبل كده انا. طب انا مش فاكر بقى حضرتك اللي شفتني يعني، افتكر. يا فندم انا فوزي العدوي الشماشرجي المحامي يا فندم، اخصائي نقد واستئناف وامور مستعجله. خلاص يا عم انا هناسبك، انا افتكرتك انت اللي شغال عند زهره. زهره؟ حضرتك يا زهره دي فاتحه مغسله؟ انا ماسك شغل المحاماه في الشركه بتاعت الاستاذه زهره. اهلا بيك يا فندم. حضرتك مين؟ انا الباشمهندس فريد المغربي، مهندس طيارات زي اللي واقفه بره دي، وكنت صديق الطيار ماجد الله يرحمه جوزها. طب ما تقول كده يا عم، بقاء الله الباقي في حياتك. ربنا يخليك. شد حيلك. الله يخليك. بقول لك ايه، انا خير، انا عايز منك خدمه. اتفضل. انت مسافر لها صح؟ تعرف العنوان هناك؟ طبعا. امال يعني ده سؤال يتسال يا باشمهندس؟ ده يا عم انت بترغي كتير ليه؟ مش معقول. المهم تاخدني معاك يعني بعد اذنك. عناية يا باشا، اتفضل. مات؟ ماجد مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إمتى ده حصل؟ من 3 أيام بس يا حاج. العزاء كان امبارح بالليل. وأنت دايما كده ما تجيبليش غير الأخبار السوداء. ونعمل إيه طب يا حاج؟ ما أنا لازم أقول لك. تعرف يا منتصر، رغم عملته السوداء دي معايا لكن والله زعلت عليه. طبعا يا حاج، الله، ما أنت اللي مربيه برضه. ما هو لو التربية دي ثمرت فيه كنت عيطت عليه. يعني كده زهرة بقت حرة. يا حاج أنت لسه بتفكر في الست دي يا حاج؟ يا حاج سيبك منها بقى، دي ست شؤم. أنت عايز الصراحة؟ أنت اللي شؤم. خليها ترتاح شويه لو سمحت. طمني يا دكتور خير. يعني هي دلوقتي بقت احسن يا دكتور؟ الصدمة كانت كتير قوي عليا. دكتور اصلها كانت بتحبه قوي. يا عم خلينا في المهم، حالتها هتتحسن ان شاء الله. رح تتحسن حالتها، رح تتحسن، ما تعتلوا هم. بدي اطلب منك انك تضلي حدها وتعطيها الدواء بنظام، وقد ما فيكي خليها تاكل فواكه. اطمن يا دكتور، انا هفضل جنبها. انا عندي فكره كويسه قوي عن التمريض. عظيم عظيم. المهم يا دكتور الموضوع ده يطول. انا برايي انها تضل جمعه كمان بالمستشفى، هيك اعصابها بترتاح وبترجع بتمارس حياتها الطبيعيه. بس بدي اطلب منكم شغله كثير مهمه. بعد الزعل وجو الزعل عن البيت عيشوها بفرح دايم. وبدي اطلب منكم كمان انه ما تتركوها الا ساعه النوم فقط لا غير. هنفضل سايبينها كده؟
ما كلتش ولا لقمه من امبارح ولا النهارده. طب وبعدين يا جماعه، انا شايف ان احنا ننزلها مصر احسن. ننزلها مصر ازاي عامله كده؟ انت هتفتي؟ انت مالك يا عم انت وانت قريبنا؟ يا عم في ايه؟ إيه؟ تعالي كلمه. بس هو ده وقته. تعملي حاجه تصرفي يا نوال. زهرة زهرة ردي عليا. زهرة خدي الفلوس دي، اعمل بيها ايه؟ ارمي الفلوس في الميه وتمني امنيه عشان تتحقق. هتمنى ان انت تشتغل عندي طيار. يا فرحة كانت مالية عيني واستكترتها الدنيا عليا يا حبيبي راح اللي راح. ازيك يا زهرة؟ ماجد انت لسه عايش ما متش. الله، انا واقف قدامك اهو بشكل لحم. انا مش مصدقه يا ماجد، انا مش مصدقه، انا مش مصدقه. زهرة مالك؟ اكيد كنتي بتحلمي. اجيب لك شويه عصير؟ يعني عاجبك اللي بيحصل ده يا طنط؟ انت ازاي لحد دلوقتي مش قادره تفهمي علاقه فريد بماجد؟ الاتنين يا حبيبتي اكتر من الاخوات. ماجد لما كان بينزل مصر ما بيسيبش فريد ابدا، دول ما بيتفرقوش عن بعض. يا طنط ماجد ده مات وخلاص، بقاله دلوقتي اكتر من اسبوع. قاعد ليه بقى جنب مرات صاحبه هناك؟ انا مش فاهمه بجد، هو بيعمل ايه هناك؟ يا حبيبتي انت عايزاه يسيب مراته في ظروف زي دي لوحدها؟ ليه؟ هي والدتها مش عايشه وليها اخ؟ ايوه فريد قال لي ان والدتها موجوده وليها اخ كمان. طيب يبقى لزومه ايه بقى قاعد كل ده هناك؟ ما كان راح عزه ورجع. ولا انا مش فاهمه هو ليه امرها؟ وبعدين هو عاطل ما عندوش شغل. يا حبيبتي ده واجب، واجب ولازم يتعمل. وبعدين انت ما تعرفيش فريد كويس، فريد طول عمره صاحب واجب. صاحب واجب قلتيلي يا طنط. ولما هو بقى صاحب واجب ناسي ليه بقى واجبه ناحيه خطيبته؟ ايوه يا أما. لا 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 انا كويسه الحمد لله. معلش يا أما، انا بعتلك ماجد ومروان مصر، بس مش هطمن معاهم غير معاكي. لا ما انا معايا نوال هنا وفوزي وفريد. لا لا مش مخليني محتاجه حاجه خالص. ازيك يا فندم؟ قولي لنا لو عايزه اي حاجه فريق جاهز. دكتوره كتر خيرك، كفايه ان احنا تعبناك معانا. كان زعلان منك يا زهره ولا ايه؟ انت وماما والولاد مسؤولين مني. ابسطي يا ستي، الدكتور قال انك ممكن تخرجي النهارده. بقول لك يا ماما معلش هبقى اكلمك بعدين. مع السلامه. الحمد لله على سلامتك يا زهره. الله يسلمك يا فوزي. لو عايزه تستني كام يوم ترتاحي يكون احسن. لا انا بقيت كويسه الحمد لله. المهم لقيته جثه ماجد. لسه بيدوروا على القصص. انا عايزه اشوفه قبل ما يتدفن. الله يرحمه كانه حاسس انه كان هيتدفن في مصر. طمني يا زهره، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. خلاص الحرس. فوزي من فضلك
عايزاك بقى تدوري على مكان كويس في مصر عشان نعيش فيه ان شاء الله باذن الله. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم وسع مدخله. اللهم وسع مدخله. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم تجاوز عن سيئاته. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم الهمال الصبر والسلوان. اللهم الهمال الصبر والسلوان. اللهم الهمال الصبر والسلوان. فاتحة. هو في ايه بالظبط؟ وده مين ده بقى اللي هي معاه ومرميه في حضنه وبتعيط؟ يا اختي يلا احنا مالنا. لا يا فريد، انا مش قادره استحمل الوضع ده. بصراحه انت زودتها خالص، وانا ولا على بالك. ايوه يا فريد، انت فعلا زودتها قوي في حكايه مرات المرحوم صاحبك ده. ايه اللزوم اللي انت بتعمله ده دلوقتي؟ ايه يا ماما؟ يعني مش عايزين اعمل الواجب؟ انت ما تتصوريش الست حالتها عامله ازاي. وانت دورك بقى انك تقعد جنب الهانم تهون عليها. يعني عايز اطلع ندله مع مرات اعز اصدقائي، الناس تقول عليا ايه؟ لا صحيح، ما يصحش الناس تقول عليك ايه، لكن يصح انك ما تسالش على خطيبتك ولا تعبرها ولا حتى تكلمها في التليفون. ستي خلي عندك شويه دم. الدكتور قال حالتها النفسيه متدمره ولازم الناس تبقى حواليها. وانت بقى الناس مش كده؟ انا مش فاهم انت بأني عين بتتكلمي؟ انت اصلا رحتي عزتيها. اهو انت كده دست على نص الموضوع. دوست على نص الموضوع ايه؟ وايه الموضوع التاني فيه ايه؟ الاول اختك ازاي؟ اختي الحمد لله، يعني بيقولوا كويسه وان شاء الله تبقى كويسه. انا كنت ناوي اروح ازورها النهارده واخد لها معايا شويه حاجات كده يعني. لا بلاش انت بالذات تزورها، بلاش عشان خاطري، اصل هم مانعين عنها الزياره. ان شاء الله لما تبقى كويسه ويسمحوا بالزياره ابقى اقول لك تروح تزورها. خير، ايه الموضوع؟ بقى خير في سلامه، وسلامه في ايه؟ مين سلامه ده يا معلم؟ ده انت ميح خالص، وسلامه في خير. فهمنا يا خله. مش فاهم، فهمنا اكتر. انا هاخد لك من الاخر، انا طالب القرب منك. ايه ده؟ انت عاوز تتجوز يا معلم؟ امك ايه؟ ما انا عندي زيها. انا طالب القرب من اختك ست الحسن والجمال. انت يا معلم، يا معلم وحدوه، انت عاوز تتجوز زهره اختي؟ ومالك كده زي اللي قرصتها قرابه؟ الله، وانا مش مال عينيك؟ مش بدل ما غريب يلهفها مننا. ايوه بس انت متجوز يا معلم. وماله؟ ما اختك كانت متجوزه الحاج فرج وكان معاه جثتين. انا بقى معايا جثه واحده، وإذا كانت عايزه تبقى فرداني انا مستعد اطلع حماتك. ايه بقى؟ شفت بقى انا شاري ازاي يا خله؟ طب وايه اللي خلاك تفكر في الموضوع ده يا معلم؟ اول هام اختك دي جمالها ما توصفش على حد ابدا. تاني هام فلوسها المتلتله اللي معاها دي تبقى لينا، ما تروحش للغريب ويبقى زيتنا في دقيقنا. زيتنا في دقيقنا ايه؟ احنا هنعمل قرص ونوزعها في الترب، وبعدين يا معلم احنا لازم ناخد رايها. الله، انت مش اخوها الكبير وانت كمان ولي امرها؟ من ناحيه اخوها الكبير اخوها الكبير، لكن هي ولية امري. الله يرحمك يا ماجد، كان بيهز الجو، طيار جريء وجامد بيخاف منه العو، صقر الصقور غرق في بحر البحور. الله يرحمك،
اللي خلف ما ماتش، اللي خلف ما ماتش. ماما، الحاجة زهرة دلوقتي بقت كويسة. الحمد لله يا ابني، هي اللي شافته كان قليل. شفت الراجل المجنون؟ أنا راجل ده؟ الراجل حماية أبو سريع بتاع وحدوه. عمل حاجة معاك؟ قال إيه يا ماما؟ عاوز يناسبنا. يناسبنا؟ مش كفاية نسب القرف اللي شفناه؟ ما هو المرة اللي فاتت كانوا عاوزيني وخدوني، المرة دي عاوزين الحاجة زهرة. ليه؟ هو عنده ولد واحنا ما نعرفش؟ يا ماما افهمي بقى، ده عاوزها لنفسه. ايه؟ انت بتتكلم جد يا واد؟ ايوه يا ماما. ده يبقى اتجنن وتهفف نافوخ. زهرة بنتي تتجوز الحنوتي؟ لا، ده يبقى هو ومراته متفقين على كده. لا يا حبيبتي، مش متفقين على كده. هو عنده استعداد يطلق المعدده مراته لو الحاجه زهره اختي وافقت عليه. ده كلام بيقولهولك. دي كانت مراته قتلته وغسلته ودفنته. المهم دلوقتي ارد على العريس حمايه اقول له ايه يا ماما؟ قال لك القل وتعب السر. انت ازاي يا واد خليه يقول كلام زي ده قدامك؟ بالك لو انا مطرحك كنت قلعت اللي في رجلي وضربته على بوزه لحد ما يقول ان الله حق. اسمع بقى، روح قول له امي بتقولك شوف لك تربه ادفن نفسك فيها. وبعدين يا طنط هنفضل على الحال ده لغايه امتى؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا حبيبتي. انا عرفت انه بيروح معاها كل يوم المدفن عند جوزها ويقعدوا هما الاتنين يقطعوا روحهم من العياط. يا كبدي يا ابني، اصل كان بيحب المرحوم قوي. كبدي عليك يا ابني. وهو ان شاء الله بقى ناوي يحول الحب ده لمرات المرحوم؟ لا لا يا نورهان، ما تقوليش الكلام ده. معقوله يا حبيبتي هيسيبك ويبص لها برضه؟ ليه يا طنط انت ما شفتهاش؟ ما هي حلوه وزي القمر. ما هو ده اللي هيجنني وحرق دمي. لا لا يا حبيبتي ما تقوليش الكلام ده، انا متاكده انه بيحبك. ده قبل ما يعرفك كان بيعرف بنات اشكال والوان. ما هو باين يا طنط. صدقيني يا حبيبتي، وبعد ما عرفك ما بقاش يرد حتى على تليفوناتهم، وجي قال لي يا ماما انا ما بحبش الا نورهان. احنا بكره ان شاء الله هنوصل مشوار قريب لحد فرع الشركه هنا. ليه يا فريد؟ اصل انا خلاص خلصت موضوع التعويض، يعني مش غير انك تروحي تمضي وتستلمي الشيك. انا متشكره قوي، بتعبك معايا. اوعي تقولي كده يا زهر، هزعل منك والله. وانا عملت ايه يعني؟ ده انت تستاهل اكتر من كده بكتير. ميرسي يا فريد. ما تتصوريش يا زهر انا تعبت قد ايه عشان ارفع قيمه التعويض، ولو ان مال الدنيا كله ما يعوضناش المرحوم الله يرحمه. هو انتوا ما عرفتوش الحادثه حصلت ازاي؟ لا ازاي عرفنا؟ هو كابتن ماجد ما غلطش في اي حاجه، هي عاصفه شديده قامت، بعد كده حصل عطل في المحركات، ما عرفش يسيطر على الطياره، وقعت في البحر. هم عرفوا ازاي؟ من الصندوق الاسود. اصل الصندوق الاسود كان مسجل كل حاجه حصلت في الطياره. بعد كده هم اصدروا قرار استثنائي ان هم يطلعوا شهادات وفاه لكل الناس اللي كانت على الطياره. يلا الله يرحمهم بقى. المهم انا هفوت عليكي بكره الساعه 9 الصبح تكوني جاهزه. ايه ده؟ ما انت مش هتتغدى معايا؟ انا ماما طبخه ونازله دلوقتي حالا. حبيبه قلبي والله ست الكل، بس معلش عارفين انا النهارده، اصل انا النهارده لازم اتغدى مع امي، اصلها عامله لي تورلي وانا بموت في التورلي. معلش بقى، استغنى عن التورلي النهارده. انا اصلي عايزه اتكلم معاك في حاجات كتير، ممكن؟ خلاص انا تحت امرك. طب ممكن فراخ مشويه؟ اهو موت اخوكي ده هيعمل لنا لخبطه تاني وممكن يجي فوق دماغنا. شو بدك تقولي يا فهيمه؟ عايزه اقول لك ان زهره خلاص يا اختي هتبقى حره، وممكن الحاج عينه تزوغ عليها تاني. يا شويه الحجي، لك الحجي قدامه لسه 15 سنه، كيف بده يتجوزها؟ الله، هو مش منتصر قال لك ان هو عمل طعن في قضيه الطلاق؟ يعني لو طلع براءه في النقض هيكسب قضيه الطلاق. زهره حزنانه حزن على جوزها، ما شفتها على مره من قبل. ما بظن انه ترجع لفرج تاني مره. ما هو مش بايدها يا اختي، مش بايدها، ده هيرجعها بحكم المحكمه، ما تفهمي بقى. المهم انه هلا الحج يطلع من السجن، لانه انا بعد موت اخي ما عاد صفي لي حدا. ما تستهبليش، الورق كله غلط. ايه الواحد ده؟ هو انتي ما بتفوتيش؟ غريبه، باشمهندس ما جاش النهارده يعني. كان هنا لسه ماشي قبل انت ما تيجي. انا شايفه كده ان هو مهتم بيكي شويتين زياده. انت ناسيه يا بنتي ان هو كان صاحب ماجد جدا؟ لا ونعم الصاحب، صاحب شهم جدا. والله عندك حق، مفيش زيه اليومين دول. ده خليل اخويا من لحمي ودمي، كل فين وفين لما بيفتكر يجي يقعد معايا شويه ويمشي زيه زي الغريب. هو فعلا ونعم الصاحب. ممكن كمان يبقى ونعم الزوج. تقصدي ايه؟ انت فاهمه قصدي كويس. انت اتجننتي يا نوال؟ ده خاطب يا بنتي، بيحب خطيبته جدا. وبعدين انا خلاص
بعد ماجد ما فكرش ابدا ان اتجوز راجل تاني. صدقيني بكره تنسي. انت لا اول ولا اخر واحده جوزها يموت وتتجوز غيره. انتي غلطانه يا نوال. ماجد بالنسبه لي كان كل حاجه في حياتي. كل ما ابص لوش مروان اشوف ماجد. شفتي هو شبهه قد ايه؟ ما تلعبي، انتي خايفه اغلبك ولا ايه؟ السلام عليكم يا ريس. سلام ورحمة الله وبركاته. ما حدش شاف فيكم عربيه زرقاء فيها واحد وواحده ست لابسه اسود؟ الست زهرة والباش مهندس فريد. مظبوط. ما تعرفش راحوا فين؟ هنا المدفن بتاعهم هنا على الشمال. متشكره قوي. هتلاقيهم جوه بيعيطوا. الحرمة دي أنا شفتها فين قبل كده؟ تكونش قريبتهم يا ريس؟ قريبة مين يا واد؟ الناس اللي بيجوا يعيطوا كل يوم. الله، ده على كده تبقى قريبت أنا كمان. يا زهرة حرام عليكي، مش كده، ارحمي نفسك. بلاش نيجي هنا تاني، انت حزنتي بما فيه الكفايه. مهما حزنت مش هلاقي حد اغلب انه احزن عليه. انت ناسي كان بيحبني قد ايه؟ يا حبيبتي انا عارف وحاسس اللي انت بتقوليه، بس انت صعبانه عليا قوي. انت لسه صغيره وجميله والحياه قدامك فاتحه لك دراعاتها، ما تقفلهاش انت على روحك يا زهره. هما مش بيقولوا الحي ابقى من الميت؟ كلامك صح يا فريد، غصب عني مش قادره. معلش يا حبيبتي، عشان خاطري حاولي، عشان خاطري. والله عال حلو قوي كده. فين وطي صوتك؟ مفاجأة مش كده؟ يا ترى خلصتوا عياط ودخلتوا على الغراميات؟ ايه العبط اللي انت بتقوليه ده؟ ايه الحكايه يا فريد؟ مين دي؟ دي ما انت يا باش مهندس، ولا مش قادر تقول قدام الهانم ان انا خطيبتك؟ هو انت نورهان خطيبته؟ تصوري، بس حطي قبل اسمي الهبله او العبيطه. كفايه بقى يا نورهان. انت اصلك مش فاهمه حاجه. بقى بعد كل اللي بيحصل دوت من ساعه ما مات جوزك وكل اللي شفته ده دلوقتي قدام عينيا، وبتقولي ان انا مش فاهمه حاجه؟ ليه؟ هو انا هبله للدرجه دي؟ دي معاكي بقى، مش كده؟ لازم تراعي مشاعر مدام زهره. يعني انت خايف على مشاعرها ومش خايف على مشاعري انا؟ ليه؟ انا مش مهمه بالنسبه لك؟ انا مش فاهمه انت عايزه توصلي لايه. لا انت فاهمه كويس انا اقصد ايه. لا مش فاهمه انت تقصدي ايه، فهميني. مفيش واحده يا زهره هانم جوزها لسه ميت ما فاتش عليه اسبوعين وبتعمل اللي انت بتعمليه. وانت شايفاني بعمل ايه؟ ده مدفن يا مدام زهره، مش مكان للحب والغراميات. عيب مهما كان الاموات ليها حرمه. لا ده انت اتجننتي رسمي. اتفضلي امشي دلوقتي وحصلك معايا بعدين. زعلتوا قوي عشان قطعت عليكم عياطكم؟ عايزين تعيطوا من غير عزول؟ لحد كده بقى مش هسمح لك. فريد من فضلك خد خطيبتك، انا عايزه ابقى لوحدي. لا انا مش همشي. طب وانت هتروح ازاي يا زهره؟ انت خايف عليها قوي ومش خايف عليا انا؟ وبعدين معاكي بقى، زي ما جيتي لوحدك روحي لوحدك. اتفضلي. يعني ايه يا فريد؟ فريد من فضلك كفايه فضايح، من فضلك خدها وامشي من هنا. عاجبك كده؟ انت بتراقبيني ولا ايه؟ لا انا مش براقبك وده من حقي، وعايزه اعرف حكايه الست دي دلوقتي حالا. انا مش قادره استحمل اكتر من كده. خدها وامشي حالا دلوقتي، من فضلك خدها وامشي حالا. اتفضلي قولي قدامي، امشي.
خطيبتك راحت فين؟ معلم ابو سريه بشوف لها تاكس. ازاي تعمل كده يا فريد؟ مالكش حق تعمل معاها كده خالص. بقول لك ايه يا زهره، انا قرفت وزهقت من غيرتها وتصرفاتها الغبيه. معلش حقها، الست لازم تغير على الراجل اللي معاها، يا اما تبقى ست ما عندهاش احساس ومشاعرها بارده. ماشي كلامك صح، بس دي خنقتني. مش معقول تراقبني في الرايحه والجايه، مفيش ثقه ولا ايه؟ معلش هي برضو معذوره، كل يوم بتشوفك معايا، خطيبتك وبتحبك ولازم تخاف عليك. انا بخاف عليها برضو، عشان كده سبت لها ابو سريه. ولو برضو بقولك دي خطيبتك لازم تخاف عليها. يعني انت عايزاني اخاف عليها وما اخافش عليك انت يا زهره؟ اسيبك هنا لوحدك تروح ازاي طيب؟ ما انا كنت هكلم فوزي يجي ياخدني. فوزي وانا موجود؟ كده زهره كده فوزي ايه؟ ده صوتهم بقى للجو. انا كنت خايف لا يصحوا الاموات. وعرفت بقى كانوا بيتخانقوا على ايه؟ ولا وقفت لي زي الاطرش في الزفه. اطرش مين يا وليه؟ انت فاكره جوزك طر وخيبه؟ ده انا المعلم ابو سريه اللي يعرف اذا كانت خشبه الميت اذا كانت طايره حقيقي ولا الشغل اونطه من اللي شايلينها. وفهمت ايه بقى يا ابو العريف؟ فهمت ان احنا ربنا بنتنا على الاخلاق الحميده، مش الهانم اللي فاكراها امها انها السفيره عزيزه. يا راجل فطمني، نشفت ريقي الله ينشف ريقك. الست زهره الفرخه اللي بتبيض سبايك دهب، والعياذ بالله لايفه على الراجل اللي بتروح معاه التربه وبيعيطوا سوا. مراته شمت خبر وعرفت ان في علاقه ما بين الراجل بتاعها وبين زهره اللي عظم جوزها لسه ما بردش في تربته. يا نهار منيل، الكلام اللي بتقوله ده حقيقي يا ابو سريح؟ امال انا بهاتي بقول ايه يا وليه؟ ده انا شفتهم كمان وهم بيحضنوا بعض. بيحضنوا بعض؟ يا لهوي يا خرابي! وعلى قبر جوزها؟ اللهم احفظنا، جوزها تحت وهم فوق. والولية امها جاية بالصوت الحياني وبيردح، قال ايه بعمل اعمال لبنتها؟ لا ده لازم فضحتهم تبقى بجلاجل. واحنا مالنا يا ولية؟ واحدة وليفة واحد، احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ دي الولية امها بتكلمني من طرطفة مناخيرها. هي يا اخويا نسيت كانوا ايه؟ قال على رأي المثل كبر البصل واتدور قال اشحال حاله الاول. اخرسي قلة الادب ولية مجرمة ما تختشيش. انا برضو مجرمة ما اختشيش؟ يا اختي انا بقول الكلام الفارغ ده، روحي لم بنتك اللي ما قدرتش تظبط شهر بحاله من غير جواز وجريت ماشية مع صاحب جوزها على حل شعرها. ده انا بنتي اشرف منك ومن بنتك. ايوه ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ ما هي بنتها دي تبقى مراتي. فئاتك القرف في نسبك اللي نسبته. كانت قرف؟ يا اختي انت كنت تطولي يا ولية، عيب عليكي، ده احنا مهما كان ضيوفك. ده يا اختي قلة الذوق دي. وبعدين يا خالتي ما تهدي على نفسك شويه، هو انت اختي على طول طبعا على نفسنا كده؟ ما تروحي تلمي بيتك. وبعدين ده بقى شايفها بعينيه الاتنين دول. عينيه الاتنين جاتوا العمى في عينيه الاتنين. بقى الراجل المجنون ده اللي كان عايز يتجوزها بيتكلم عليها. يتجوزها؟ يتجوز مين؟ ماما عشان خاطري داري على الموضوع ده، انت بعد كده انا بعيش معاهم لوحدي. انت مش شايف عمالين يناقشوا في سيرتها وعايزنا اسكت لهم؟ لا قولي لي هنا، انا لازم افهم مين عايز يتجوز مين. جوزك يا اختي اللي اتخبل في دماغه واتعمى في عينيه بجايب سيره بنتي دلوقتي. نعم ابويا انا كان عايز يتجوز زهره. ايوه يا اخت ابوك المجنون. يخرب بيته، ده وعده منيله ب 60 نيله. وانت يا منيل بقى انت عارف وما تقوليش ده انا حبيب بيتك. تعالى هنا يا ماما يا ماما. امشي امشي يا اللي ما تربيتيش، امشي قومي من هنا. انتوا ايه اخرتها معاكم؟ عايزين ايه من بنتي بالظبط؟ فهموني، مش كفايه الاعمال السوداء اللي انتوا عاملينها لها؟ طيب يا ابو سريع الكلب، ان ما خليتك تتشاهد على روحك النهارده ما بقاش انا ام الهنا المعدده. ما هي معاها حق يا حبيبي. معاها حق تهزاني قدام زهره؟ ما انا كمان مش عارفه ايه موضوع زهره دي.
اللي مش عارفه ايه يا ماما؟ ما انت عارفه المرحوم جوزها كان بالنسبه لي ايه؟ اديك قلت المرحوم جوزها يعني مات خلاص، يعني على راي المثل خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. نفسي افهم انا بقى انت لازق لها ليه ليل نهار يا حبيبي؟ وبعدين ليها حق خطيبتك تزعل منه. انا بصراحه لو مكانها هزعل طبعا، هي الواحده ايه غير شويه كرامه. اوه هو انا زهقت بقى. زهقت من ايه بس؟ معرفش بقى وزهقت وخلاص. يعني هي البنت يعني كانت غصبتك يا حبيبي؟ غصبتني. انت ما شفتيش قعدت تزن على دماغ امي قد ايه لحد ما اخطبها؟ هي برضو اللي قعدت تزن لحد ما تخطبها ليه يا ابني؟ هي كانت غلطه وبتصلحها؟ غلطت ايه؟ ما هو لحقت تعمل حاجه. انا بس لما عرفتها كنت في ظروف صعبه، وبعدين كنت يئست. يئست من ايه بس يا حبيبي؟ يئست من زهره. مش فاهمه يا ماما انا اول ما عرفت زهره دخلت قلبي، وبعد كده لما لقيتها بتحب ماجد وهو بيحبها قلت اتصرف تصرف جنتلمان واخلع انا. عملت زي عبد الوهاب ما قال ضحيت هنا فداه. وانت قلتها بلسانك، يعني بتحب صاحبك ومش بتحبك انت. ايوه يا ستي بتحب صاحبي، بس ده عشان عرفته قبل ما انا اعرفها. لو كنت انا عرفتها الاول كانت حبتني انا. وانت تفتكر يعني لما جوزها مات هتحبك؟ بصراحه يا ابني اقول لك دي تبقى ست ما عندهاش ريحه الاخلاص. ده انا باباك لما مات وسابني في عز شبابي اتقدم لي ناس كتير ورفضتهم، وفضلت اهو عايشه على ذكراه. يا ماما ارحميني بقى، مش كل الناس زيك انت وفاتن حمامه عايشين بين الاطلال. انا متاكد لو كانت عرفتني قبل ماجد او حتى في نفس الوقت كانت هتحبني انا طبعا. والله ما انا فاهماك. بقول لك ايه يا حبيبي، طب انت ناوي تعمل ايه مع خطيبتك دلوقتي؟ مش عارف. مش عارف يعني ايه؟ هتسيب البنت متعلقه كده؟ والله يا ماما انا عارف انا اللي متعلق ولا هي اللي متعلقه. ياما في يا مسكت على هنا، ايه اللي انت ماسكاه في ايدك ده؟ انت عايزه تعملي لنا جنايه هنا؟ ياما افهمي، انت بعد ما مشيتي وسبتيني انا فضلت ورا خليل لحد ما قربته وعرفت منه اللي حصل. ايه يا اختي اللي حصل؟ تعالي بس. ابويا كان كل اللي قصده ان دي يعني سبوبه يتجوز الزفته اللي اسمها زهره وياخد الفلوس اللي متلتله على قلبها ويجيبها ليا وليكي. الكلام ده مظبوط يا عيرة الرجاله؟ وحده انا لما لقيت كل واحد بيتحنجل عليها قلت اتحنجل عليها انا كمان، وهو كله هيبقى في عبوكم. وما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ هو انت اديتيني فرصه؟ ياما يا ريتك سبتيه، يا ريتها كانت رضيت واتجوزته كنا بقينا في امل ودنيا غير الدنيا. على رايك يا بنتي، بس اعمل ايه؟ ما هو ابوكي ده لو كان عدل كانت البت رضيت بيه. يا زهرة مش عجباني عمايلك اللي بتعمليها دي. ايه اللي انا بعمله ست كل؟ ايه حكايتك مع اللي اسمه فريد ده؟ انتي عارفه ايه الحكايه؟ لا انا مش عارفه حاجه بقى. انتي نسيت ان هو كان صاحب ماجد الله يرحمه؟ معنى كده انك تفضلي داخله خارجه معاه قدام الناس؟ طب دي فيها ايه دي؟ فيها ان كلام الناس كتير يا بنتي، ومش كل حد عارف ان ده صاحب جوزك اللي مات حتى لو كان اخوه. يعني ايه تدخلي وتخرجي معاه؟ ياما حرام عليكي، هو انا فاضيه عشان اشوف كلام الناس؟ هم مش شايفين المصيبه اللي انا فيها دي ولا ايه؟ مش كل اللي حصل لهم زي اللي حصل لك ده يدخلوا ويخرجوا مع اصحاب جوازهم اللي ماتوا. لا يا بنتي، وبعدين لازم حاجه مهمه قوي تفتكريها، احنا ناس ولاد بلد ونخاف على سمعتنا. ليه ياما؟ هو في حد اتكلم علينا وفريد؟ نونا ارجوكي ما تظلميش زهره. زهره مالهاش ذنب، ده عايشه في مأساة، جوزها مات وهي ما بتفكرش في اي حد تاني. تقوم تفسخ خطوبتي يا فريد؟ طبعا لا، بس انا كمان بمر بظروف نفسيه صعبه. ماجد الله يرحمه كان اعز اصدقائي، وبعدين بيني وبينك انا فكرت كويس لقيت ان انا شخص واطي قوي عليك. انت تسالي حد احسن مني بكتير. وجاي تقول الكلام ده دلوقتي؟ والله اقوله دلوقتي احسن ما اقوله بعدين، احنا لسه على البر ما دخلناش في الغميق. انت ما تعرفش انا عملت ايه مع بابا وماما عشان يوافقوا عليك. ما كانوش طايقيني هم صح؟ انا قلبي كان حاسس. ايوه شفتي بقى؟ اهلك بيفهموا عندهم حق. انا فعلا ما استاهلكيش، وادينا هو الحمد لله بحقق رغبتهم. امال كنت بتقولي بحبك ليه؟ كنت بتقولي ان مفيش قوه في الدنيا هتبعدنا عن بعض. انا قلت الكلام ده؟ ايوه قلت، وقلت اكتر من كده يا فريد. جايز. جايز ايه؟ جايز انك قلتلي؟ اصل انا ساعات بعيد عنك كده اشطح في كلام ملوش معنى وارجع اندم عليه بعد كده.
يعني انت ندمان انك قلت لي الكلام ده؟ لا لا مش قصدي. بصي زي ما قلت لك انا واطي نجل. اقول لك على حاجه، ادي الدبله بتاعتك اهي، انا اللي جايبها، والشبكه دي حقيقة عليكي مع انها ب60 باكو، بس ما تغلاش عليكي يعني. ها الحمد لله. يلا بينا. سيبني لوحدي يا فريد. سيب لوحدي ايه؟ مين هيوصلك؟ جاي دلوقتي واعمل فيها شهر. متشكرة قوي يا باشمهندس. اتفضل انت. طيب بقول لك ايه؟ انا محاسب على الغدا والسلطه وكل حاجه. ها؟ تيك كير. وبعدين يا متر، ممكن تفهمني ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه كل ما جلسة إعادة محاكمتي تتحدد ترجع وتتأجل تاني؟ أنا خلاص زهقت، حرام عليكم. ما انت شايف يا حاج، انا ومجموعه المحامين اللي معايا بنبذل كل اللي في وسعنا عشان تخرج من هنا. كل اللي في وسعكم؟ يا سلام يا أخويا، أمال يعني مش شايف أي نتيجة؟ ازاي يا حاج؟ ما انت شايف ان في تقدم لصالحنا، وبعدين المحكمه لو كانتش مقتنعه انك مظلوم كانت حكمت عليك من اول جلسه. مش جايز التأجيلات دي كلها خير وربنا هيكرمك وتخرج براءة. أنا بقى رغم الغلب اللي أنا فيه ده والهوان اللي أنا شايفه مفيش قدامي غير إني أصدقك وربنا يعيني على اللي أنا فيه. اطمني ياما، كل اللي انت عايزاه هتاخديه وبزياده كمان. ما انت عارفه كانت بتحب المرحوم قد ايه. السلام عليكم. حماتي هنا ولا ايه؟ يا اخويا لانك اتاخرت، قلنا نتغدى احنا بلا واتسه. ايه اللي اخرك؟ كنت عند اختي. وعامله ايه؟ الحمد لله بقت كويسه. يا اخويا بكره تنسى يا ما الزمن بينسي. نسي ده بالنسبه لحضرتك عشان متعوده، بس هي كانت بتحبه. بقول لك ايه، ابو سريع كلمك على الحساب. حساب ايه ده؟ الخرجه والدفنه ده غير شغلي انا. الشغل ايه يا حضرتك؟ مغنيه يا حبيبي، مش صوتي يا حبيبي وتنبح حسي. عادي، ما انت كل يوم بتفقع بالصوت عادي جدا، وبعدين انت كنت جاي عشان تجامليني وتجاملي اختي. اجامل مين يا عمر؟ وجاملها بتاعي يا حبيبي، انا ان شاء الله هجاملها في خرجه امها. انا مالي وماله ايه ده؟ ضمبه دي اللي بتقول عليها دي. وعايزه كام حضرتك بقى؟ مش اقل من 500 جنيه. 500 ايه؟ ليه؟ شاريه المدفن بالمره؟ كتير قوي. كتير ده ايه يا واد؟ طب ده انا عدت وقلت كلام عمري لا قلته لا على حي ولا على ميت. بقول لك ايه يا خليل، هو انت يا اخويا دافع لنا حاجه من جيبك؟ ايه كنت ناوي تخنصر لك قرشين؟ صباح الخير. ايه ده؟ حبيبه قلبي ست الكل. انا اقول والله الدنيا كلها منوره. ازيك يا حبيبتي؟ صباح الخير. صباح النور. هي زهره مش موجوده ولا ايه؟ لا مش موجوده. مش موجوده. طب ما قالتش رايحه فين؟ ما قالتش. طب ما قالتش راجعه امتى؟ لا ما قالتش. الله برضو. طب انا متشكر قوي يا طنط. هبقى انا اكلمها على الموبايل بقى بعدين. حبيبه قلبي في رعايه الله، خدي بالك من نفسك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. انا مش عارفه الجدع ده مش عايز يحل على البت ليه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. أنا فريد أنت فين؟ لا أنا ما نزلتش خالص. ماما قالت لك إن أنا خرجت؟ أصل أنا كنت في الأوضة فوق بغير هدومي وهي يعني افتكرت إن أنا نزلت خرجت. طيب يا فريد خلاص، هشوفك كمان شوية. يلا مع السلامة. انت عملتي كده ليه يا ماما؟ انا مش عايزاكي تقابلي الجدع ده تاني، كفايه اللي جرالنا من وراه. تقومي تقولي له ان انا خرجت؟ انا نفسي افهم بقى بيخش ويخرج هنا بصفته ايه؟ يوه تاني ياما؟ تاني وتالت يا بنتي. انا وانت عايشين في البيت لوحدينا، وده مهما كان راجل غريب. فريد مش غريب، فريد كان بالنسبه لماجد اخ، وماجد خلاص راح. لا ما راحش، ماجد هيفضل طول عمره في قلبي. ده مش معناه اننا ندخل راجل غريب البيت. اخوكي لو عرف كده هيكسر الدنيا، وكفايه الشقوره والنقوره بتاعت اهل مراته علينا. انا ماليش دعوه بحد، انا بعمل اللي انا شايفاه صح وبس. خلاص انت حره، بس يكون في علمك
لو الجدع ده خرجتي معاه ولا قعدت بالباب هنا اهو، انت من سكه وانا من سكه. انا ما استحملش ان حد يجيب سيرتي وانا في السن ده. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ هي كلمه واحده مش هتنيها، عقلك في راسك تعرفي خلاصك. وحدوه لا اله الا الله. بسم الله. يا عم انت هتاكل ولا هتدفنها؟ انا عايز اقول لكم يا جماعه، انتوا فرقتوا ما بيني وما بين اختي حبيبتي، اختي اللي كانت بتصرف علينا من خيرها بعد العمله اللي حصلت من ابوكي ديت. الله، هو انت كنت صايع قبل ما تيجي تخطب بنتنا؟ انت مش قلت لنا يا جدع انت ان انت متوظف في المجاري وبتاخد الشيء الفلاني؟ هو ايه ياما ده اللي الشيء الفلاني؟ ده هما يا اختي 300 جنيه في الشهر اول عن اخر. لو ستي 300 جنيه ده انا يا راجل باخدهم في غسلتين. وانا لو خدتهم في دفنة ميت كان بوزي بقى شبرين. يا عم روح بالكفن اللي انت لفه على راسك ده. طب وبعدين انا هتصرف ازاي دلوقتي؟ وانا مالي؟ اتصرف بقى بمعرفتك يا اخويا. بمعرفتي بعد ما خربت ملطه بسبب ابوكي وامك. انت بتبرطل تقول ايه؟ بعد ما تخلص شغلك يبقى تعالى اشتغل معايا. معاك. اشتغل صبي حنوتي ولا صبي تربي؟ انت خشني، ما تنفعش في الشغلانه دي. انت على الاقل كده يعني تيجي تشتغل معايا في الحسابات، تسجل الدخله الخارجه. يا عم روح يا عم روح، انا اشتغل صبي حنوتي او تربي؟ ده انا بخاف حد من الترب. خلاص اتفلق، دبر حالك يا حبيبي بمعرفتك. طب شوفوا لنا قرشين كده يعني تساعدونا بيهم، على الاقل نجيب لكم اكله حلوه بدل اللي خلصت دي. نساعدك؟ نساعد واحد صايع طول بعرض كده عايش على قفخته؟ انت هتودي الفلوس دي كلها فين يا عنكر ابو سريع؟ هدفنها معايا ولا اديهاش لواحد عايش على قفخته. لحد امتى هتفضلي حزينه كده؟ تقدري تقولي لي بقى ايه اللي مقعدك هنا في مصر ومسيبك مصالحك وشغلك هناك؟ انت عارف ظروفي كويس يا فوزي. يا زهرة الحزن في القلب مش في المكان، وهنا زي هناك. ما اقدرش ابعد عن جوزي حبيبي. جوزك مات يا زهرة، الله يرحمه ويحسن اليه. واللي انت لازم تفهميه دلوقتي ان انت لازم تاخدي بالك من نفسك ومن شغلك ومصلحتك بقى وتشوفي نفسك شويه. ما اقدرش يا فوزي، كل ما احاول مش قادره. طب ومالك وفلوسك اللي هناك دي هتسيبيها كده من غير اداره ولا رقيب؟ عارف يا فوزي بفكر اعمل ايه؟ بفكر انقل كل شغلي هنا في مصر. طب ولازمته ايه بقى كنا عملناها هناك؟ ما كان من الاول ما قلنا كده بقى نمرمط نفسنا من هنا لهناك ونلغي ونقفل. انت عارف انا عملت كده ليه؟ كنت عايزه ابقى قريبه من ماجد، دلوقتي خلاص ما عادلوش لزوم. طب اللي انا عايز افهمه بقى، انت ناوي على ايه؟ خلاص هتبطلي شغل؟ انت عارفني ما اقدرش ابطل شغل. عظيم قوي يا ستي، وبعدين؟ بفكر افتح مقر شركه هنا جديد وانقل كل شغلي من بيروت، بس عايزاك تسافر تصفي لي كل حاجه هناك. مش انت معاك توكيل مني؟ ماشي، لو ده هيريحك اروح اصفي لك كل حاجه. صباح الخير يا زهر. صباح النور يا فريد. انا قلت كده ليه كده؟ انت ازيك؟ اخبارك ايه؟ انا حياتي ملخبطه قوي يا زهر. طب اقرا الاول فتح الماجد.
انا ونورهان سيبنا بعض. نورهان مين؟ تلحقتي تنسيها ولا ايه؟ نورهان خطيبتي. يا معلش يا فريدة اعذرني، انا اصل الايام ديت دماغي مشغولة شوية. ليه كده؟ خسارة، كانت بنت كويسة قوي بتحبك. اعمل ايه؟ ما هو كل ده بسببك. بسببي انا؟ عشان يوم اللي جت هنا وكانت في خناقة وبتاع. مش ده السبب. امال ايه السبب؟ انت يا زهرة، حبي ليكي. اوعي تفتكري ان حبي ليكي ده شيء جديد. ده من زمان قوي، من اول مرة شفتك فيها ووصلتك بعربيتي. من ساعتها وانا مش قادر انساك. ولولا ان ماجد الله يرحمه سبقني واتجوزك انا كنت اتجوزتك باي طريقة. بعد ما انتوا اتجوزتوا عشان انساكي عرفت بنات كتير، كانت اخرهم نورهان، بس برضه ما قدرتش. وانا كمان ما قدرتش انسى ماجد. ومين سمعك؟ ما انا كمان مش قادر انساه. عشان كده انا حاسس ان وجودنا مع بعض هو اللي يقدر يهون علينا اللي حصل ويخفف حزننا عليه. انت تقصد ايه بالكلام ده؟ قصدي ان انا وانت بنحب شخص واحد، عشان كده لازم نفضل مع بعض على طول. احنا لازم نتجوز يا زهرة. تتجوز؟ ايوه نتجوز، ليه لا؟ علشان انا دلوقتي ما اقدرش افكر في اي راجل غير ماجد. انا مش راجل يا زهرة. قصدي ان انا مش راجل غريب، يعني انا فريد صاحب المرحوم. ما تقولش عليه مرحوم. دي الحقيقة اللي لازم تعيشيها يا زهرة. ماجد مات خلاص. ماجد لسه عايش جوايا. شفت بقى اللي نابك اهو، سبت خطيبتك، لا اتجوزت خطيبتك ولا اللي انت داير وراه عشان تتجوز. انت فرحانه فيا ولا انت امي على فكره؟ وبعدين اصبري، الموضوع لسه فيه كلام تاني؟ والله يبقى عين العقل يا حبيبي والله. يعني انت يا حبيبي ناوي ترجع لخطيبتك؟ بصراحه انت كده تبقى كويس قوي، لان نوران بتحبك ورايداك. يا ماما في انت قطر ماشي؟ ايه ده؟